السلام تيمية. عليكم. عليكم السلام. وابن تيمية يؤكد، بس اسمع أخي خالد بدون زحمة. وابن اسمع اسمع تيمية اسمع. بس تتكلم على اسمع أم أنت. المؤمنين بهذه شنو هذا الطريقة المصادرة في تتهذب الحوار؟ وتحترم نفسك. أنا ما قلت اللي جاء بالإفك أنا لأم مو أنا المؤمنين قلت. هو علي بن أبي طالب، إن أنا ما قلت. الذين جاءوا شوف بالإفك عصبة منكم. أنا علي ما بن أبي قلت شيء. طالب من جاء في الإفك لأم المؤمنين، ويقول علي بن أبي طالب للنبي محمد طلقها والنساء هذا كثر. الحوار علي حوزة. المتهم، يا خالد. علي المتهم. خالد. أنا أموي، أنا خالد. أموي، ماني سني، ماني عباسي، أنا أموي. خالد احنا ما تداخلنا، خلينا يا وين خالد الشباب؟ طبعا خالد، بس خلي الحوار هادي. اسمع شيء. علي ابن ابي طالب من جاء في الافك لام المؤمنين وبرح الله عز وجل. من انت اللي تتكلم عن ام المؤمنين؟ خليه ساكت، اهدى خليه هو شوي، يحكي. خلي الشباب هم. خلوا يحاورني انا بدي احاورك. والله لو تموت. انا حاورك لو تموت خلوا يحاورك، انا الاموي راح خلاص احاورك بايرتي والله. يحاورك. اسكت. بس هدي شوي، هدي بس هدي. السلام والله. عليكم ورحمه الله. بس هدي. اخونا خالد حبيبي افتح مايكك بلا زحمه. افتح مايكك اخونا خالد. سامعيني؟ اسمع. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله ثواني يا وبركاته. جماعة برهان، خلوا كتم اخواني، خلي نسمع بيولوجي شو يقول وخالد يرد. حبيبي بس الحوزه اكمل اخونا مداخلتي تسمعني؟ بحيولوجي، اكمل مداخلتي الله يرضى عنك، تفضل. لان عندي بها استشهاد لاخ. في صحيح البخاري قال النبي للسيدة عائشة، شوف أنا شلون محترم أقول السيدة عائشة، قال لها إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، هاي في صحيح البخاري. وابن تيمية قال إن هذا عالمكم، إن رسول الله كان مرتابا في أمرها وشك بزوجته. هنا السؤال. لحظة شيخ الإسلام ابن تيمية، شوف الآن شنو معنى مرتابا في يعني أمرها؟ شنو معنى هالكلام؟ يعني هو يا حوزة مو ديبين هذا الكلام يا أخي. طيب أنا جبت لحظة الآن يا سرمد، أنا الآن بس لا بس سؤال سرمد. والله سؤال وأسكت. لا سرمد، سؤال وأسكت. لا دقيقة. ابن تيمية قال هذا الكلام لولا بالله عليك سرمد بالذي تعبده أنت. سرمد الآن لما أنا أجي عليك، أنت الآن أبو أي سرمد؟ أبو علي. الآن أنا أجيك بالشارع أقول لك أنا شفت اليوم مرتك على سبيل المثال طافر عليها واحد من الحائط، أنت قلبك راح يرتاب لو ما راح يرتاب؟ يا أخي يا عزيزي أنا دا أقول قول ابن تيمية يا أخي. جاوبني أنت الآن البشر طبعا أي واحد يرتاب بس مو النبي. خلاص مو النبي يا حوزة الله يرضى عليك. إذا أنت الآن معطول، أنت الآن جاوبت بارك الله فيك. مو النبي يا أخي. الآن نزلتك. الآن لما قلت لك واحد يطفر بس هدي يا أخونا، بس هدي شوي حوزة، خلينا أنا وياك نسولف. دقيقة واحدة يا أخي بيولوجي. صار لي ساعة قاعد أنا ساعة. بعطيك المايك. طيب خلينا نتكلم خليني أتكلم بربك، خلينا نتكلم. شوف شلون أمسح لك بيولوجي مسح. يلا خلي نشوف بس يا خالد دقيقة واحدة يا خالد. هدوء شوي هدوء. بارك الله فيكم. يا أخ سرمد، أبو علي قال ما أبو علي. شوف يا أبو علي، الآن لما سألتك بارك الله فيك، لما شخص يطفر على مرتك من فوق الحائط، أنا الآن أدعي هذا الكلام، راح قلبك يرتاب لو ما يرتاب؟ جاوبتني طبعا حيرتاب. فما بالك بالنبي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قالوا به هذا الكلام، هو بشر عادي، شنو المشكلة؟ بشر، والله سبحانه وتعالى كان له فيه حكمة. تفضل يا بيولوجي تفضل. أي حبيبي. أخونا هل أم سلمة من أهل البيت؟ وين راح خالد؟ خليه صعدة ما عندنا مشكلة، أنا وياك نسولف. هل أم سلمة أخونا من أهل البيت؟ وين لا ثواني، كان حوار بينك وبين هذا شو اسمه؟ ما هو نزل الولد. أنا ضيف عندك حتى مو صاحب بيت لو. أعرف. هل أم سلمة أخونا من أهل البيت؟ خالد تفضل خالد. أسد بني أمية، أنت أموي مو صحيح؟ عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ وعليكم السلام. الحوار الآن ما بين الشيعي وما بين الأموي، تفضل. لا مو أنت اللي طارح هذا الموضوع. نعم انطني هذا الشيء، انطني خله اشوفه. بس بدون تجاوز على الرموز يا أسد بني أمية ويا بيولوجي. حوار لا بدون تجاوز. أخونا هل أم سلمة من أهل البيت؟ بنص القرآن من أهل البيت نعم. إيه أحسنت. فلماذا أرادت أن تدخل في الكساء؟ أول شيء حديث الكساء مكذوب وضعيف، فيه الراوي مصعب بن أبي شيبة،
وحديث الكساء يناقض كلام القرآن وصريح القرآن، يعني الآية نزلت قبل الحديث أم الحديث نزل قبل الآية؟ تفضل. لا أخونا، نزلت الآية فقال الحديث. أحسنت. يعني أم سلمة كانت تعلم أنه الآية نازلة في نساء النبي اللي هي سورة الأحزاب؟ أنت شو تقول؟ كانت تعلم؟ أنت مو تقول لي شو تقول، أنا جاي أسألك. لا حسب معتقدك. أنت شو رأيك؟ سبحان الله. أنا سؤالي تقول الآية نزلت قبل والآية أنا نازلة في رجل نساء النبي. أنا رجل قاعد استفاد من عندكم، أنتم ناس صرت عندكم علمية. تستفاد. شفت إيه؟ قالها ابن تيمية رحمه الله، أي الرافض شو المخنث امام الناصبي. اسمعني لا اول بس شيء ليش تتجاوز؟ الآية اللي هسه ليش الإساءة؟ ليش؟ لحظة بس واحدة. اهدأ لحظة واحدة. اهدأ، اعتذر وكمل بيرد حوارك. ثواني. أسد بني أمية، الآن هذا الرافضي قدامك محترم، إيه؟ ما لا شتمك ولا شيء. لا، تفيدني مو هو الآن. لحظة واحدة. هو داخل لحظة من باب واحدة. التحدي. لحظة واحدة. الآن أنت تحب تحاول، لو تحب تروح تنزل عادي، إذا تي تنزل قول نزلني. تي تنزل؟ احاور، بس احاور اقول لك دقيقه. انت بدون تجاوز على الرافضي في بثي. الرافضي في بثي محترم البث. إذا كان تمام. سني أو إذا كان أموي، منين ما يكون، إذا كان الشيعي محترم. شوفوا الناصبي والرافضي والله العظيم واحد صار بالثاني بالتعليقات. عشان تعرفون نحن لسنة وجماعة أمة وسطة. نحن نترضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وجميعهم مؤمنون بالله تعالى ورسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والروافض يتكلمون في أبي بكر وعمر وعثمان، والنواصب يتكلمون في علي. ها لهالدرجة أنتم متفقين يعني مع بعضكم ضد الإسلام؟ بارك الله فيكم أو لا بارك الله فيكم؟ لا بارك الله فيكم. نواصب كلاب، نعل ودن نعل أبوكم لا بالشريف ما بيكم. شوف هذا الناصب الثاني، علي خليفة رابع تاج راسهم، أنا على أبونا بالشريف ما بيهم. أنت ناصبي؟ افتح المايك. رب علي وبالحسن أنا والحسين. على يا رب علي. وش جحش مطي. يا رب علي والحسن. نعال علي أشرف منكم ومن عشائركم يا نواصب، يا نعل، يا قنادر. علي اسمع ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والسيدة عائشة قالت رضي الله عنها وارضاها، قالت عن علي: إنه لا يعلم الناس بالسنة. يا نواصب تتكلمون في علي يا كلب، يا ولد الكلب. تعال يا محمود، دول الجحاش يولوا علي هذا أمير المؤمنين، علي هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاك يا علي، يا جدي يا أمير المؤمنين. تفضل يا محمود، تفضل. السلام عليكم جحش علي بن أبي طالب. الجنة مأوانا ومأواكم، رفع الله قدركم أهل السنة. الله يبارك فيك. حبيبي الله سبحانه وتعالى يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. الله سبحانه وتعالى علم ما في قلب علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه. الله سبحانه وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الله سبحانه وتعالى يقول تجري تحتها الأنهار. يجيني واحد رافضي أو ناصبي نجس يتكلم في أمير المؤمنين، يا كلاب، يا قنادر، يا نعل. هذا الحسين الشهيد الصحابي الجليل، تخرجون الحسين من الصحبة. من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام. والحسين لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومات على الإسلام، ابن بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تسمح لي قبل لا يصعد، قبل لا يخرج من البث الجلاد، شو اسمه؟ ايش بيه جلاد؟ محترم اعتقد، هو بس محترم جلاد. لا هو محترم، بس جلاد خليك شريف وطلع كلام الحوزة لما اعترض عليكم الاثنين. انت مسجل وكتبت في التكست انك مسجل وانا معك مسجل، فلذلك خليك شريف وجيب كلام ورد.
جيب رد الحوزه، جيب رد من الحوزه معك. يا رد الحوزه من عندهم على شنو؟ صاحب البث الحوزه البغداديه رد عليكم الاثنين، قال انتوا وياهم بنفس الكاس. طيب ماكو مشكله، نتناظر انا وياك محمود معك حبيبي. بالتسجيل، طلعها معك بالتسجيل. اي والله انا ما اقطع شيء قسما برب العرش العظيم. طيب خلص محمود نتناظر انا وياك. ناظر محمود نتناظر انا وياك. حوزه عندك اياه، روح ثواني بس شوف هذا وين هذا عراق المجد. ثواني شوف عراق المجد ناصبي اخي والله اي واحد ناصب الثاني. جلاد شوف راح اسالك سؤال واحد، اذا جاوبتني ثواني صعد هذا عراق المجد ناصبي؟ اي عراق المجد اموي ناصبي؟ عراقي افتح المايك، افتح المايك. ما اعرفه. لحظه واحده يلا، انت ناصب لو شنو؟ افتح المايك جاوبني. حكمة تف عليك يا كلب يا جبان يا مخزي يا شيعي. ليش لين حكى الحقيقه؟ تف عليك ليش لين حكى الحقيقه؟ عليك يا جبان. علي تداهنهم بعد دينك دينك انعال علي وانعال السيده زينب هارب من عندهم يا جبان. بغدادي هارب. تف عليك اسمع انعال السيده زينب يا نعال تداهنهم فاتح طيب حيوان جحش. انعال السيده زينب هذا انعال اطهر منك يا قذر يا نجس، وانعال الحسين اطهر منك. هذا ايش فيه هذا الثاني؟ يقول لي يا عمي رمضان اتقوا الله. يا رجل يصعد عندي يطعن في علي على الوالديه يا رمضان. بدك تشيل تحكي انت ولك علي بن ابي طالب هذا امير المؤمنين عندنا. ايش تحكي انت ولك يا ولد؟ شنو يا رمضان؟ اذا انتم الشيعه ما عندكم، اذا الرافضه ما عندكم غيره على امير المؤمنين، فهذه انتم عندكم مشكله في ايمانكم بالله تعالى، عندكم مشكله في محبتكم لامير المؤمنين علي بن ابي طالب. ايش تحكي انت؟ يصعد عندي ناصبي في يعني رمضان اقول له والله اللهم اني صائم، لا والله ارجع الفرج امه، ارجع الناصب الفرج امه، واذا رافض يطعن في السيده عائشه ارجع في فرج امه. محمد عشان اقول لك انا ما عندي شيء اسمه رمضان، والله بوس خدك وبوس ما شنو. انا على سلفاهم، انا على ابو الحساب بعد، انا على ابو التيك توك بعد. هذا ديني هذا. اذا انا ما عندي غيره على ديني وغيره على احباب النبي صلى الله عليه واله وسلم، على شنو فتح الان البرنامج؟ واحد شيعي يقول لي هدي رمضان. اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. اللي يحب علي بن ابي طالب عليه السلام فهو ليس من سلبه. ضعيف هذا. ضعيف؟ اي نعم. طيب زين ماكو مشكله. ماذا قال رسول الله؟ تفضل حبيبي. راح اسالك سؤال واحد، اذا جاوبتني راح يستمر الحوار وياك، اذا ما راح تجاوبني اقول لك يلا في الله. كونك انت مناظر بارك الله. تفضل بخدمتك حبيبي. الان السيد الزهراء. انا منافق؟ لا كونك انت مناظر انت مو حبيبي العفو تفضل. مو مشكله. الان بارك الله فيك، السيده الزهراء صلوات الله عليها هي بنت النبي وزوجة علي عليه افضل الصلاه والسلام. نعم هي عالمه ان شاء الله تعالى، عالمه غير معلمه. نعم بارك الله فيك. اصول الدين الخمسه الا وهي التوحيد، العدل، النبوه، الامام، المعاد، هل علمت بها السيده فاطمه ام لم تعلم؟ نعم تعلم بها. هل هي اخبر شيعه علي؟ تفضل. احسنت بارك الله بك. هل فاطمه الزهراء مشرعه؟ تنقل مشرعه؟ شنو مشرعه؟ يعني تنقل على قولته كما قال رسول الله، لأن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام حتى على 12 فقط، ما حتى على فاطمة الزهراء عليه السلام إنها تنقل التشريع. خلاص إذا يعني الزهراء ما نقلت لكم شيء، صح؟ بارك الله فيك. فاطمة الزهراء لم تنقل أخي العزيز، بل فاطمة الزهراء عليه السلام ليس بمشرعة، نحن نأخذ التشريع من رسول. بس خليني أكملك أخوي الحواس. المشرع هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمام. نعم. وأهل البيت نقلوا التشريع عن من؟ عن رسول الله. أما فاطمة الزهراء ليس بحجة على من؟ على الأئمة عليهم السلام، وليس حجة على. ليش؟ لأن فاطمة الزهراء عليه السلام روح لها الفداء ليس بمشرعة، التشريع لدى علي والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. فاهم شنو معنى مشرع؟ لو ما فاهم شنو معنى مشرع حبيبي نعم ينقلون التشريع، يأخذون من القرآن الكريم. عليها السلام نقلت لكم التشريع لو ما نقلت لكم التشريع؟
لا ما نقلت للتشريع. وهي معصومة؟ نعم معصومة طاهرة مطهرة. أنا ماذا لكن لا على طهارتها؟ لكن لم يقع عليها لم يقع عليها إيه؟ حبيبي اخوي العزيز، فاطمة الزهراء عليه السلام روح لها الفداء لم يقع عليه التكليف انه شنو تبلغ، بل وقع على علي والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بلغوا عني ولو بآية. فاطمة الزهراء ما تدخل في هذا الحديث؟ هذه عندك حبيبي مو عندي. يعني النبي عندك ما قال بلغوا عني ولو بآية؟ لا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله والعترة، يعني وأنه ما لم يفترقا حتى يرد عليه الحوض. أنا خلاص لا مو حبيبي، العترة كما جاء في كتاب علل الشرائع الجزء الثاني عن رسول الله، العفو بس خلنا أخرج لك إياها. إتمام النعم، تمام، في كتاب إتمام النعم إنه رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام عندما سألوه عن العترة قال هم علي، أنا وعلي والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، بسند صحيح. إذا تريد أعرض لك إياه بخدمتك. جيد. الآن الجلاد برهان المحترم يقول إن فاطمة الزهراء ليست من العترة يا إخواني. هذا الذي خرجنا ليس من العترة حبيبي ليس مو قلت لك مو من العترة، قلت لك ما وقع عليها شنو أن تبلغ يا رجل. الآن هي من العترة، هي بالأصل العترة، بل هي أصل العترة. لماذا؟ لأن عندنا حبيبي أخوي العزيز هي أصل العترة. لماذا؟ لأن هي من محمد وعلي. اسمع حبيب، من محمد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مو قال كتاب الله وعترتي؟ نعم. الآن احنا ذهبنا للعترة. فاطمة مو هي سيدة العترة عليها الصلاة والسلام؟ نعم، لكن لم يقع عليها شنو؟ التبليغ حبيبي، أن تبلغ بالتشريع من رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، إنما وقع على علي والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. هسه أخي العزيز ممكن سؤال؟ بالله عليك أخي المحترم، بالله عليك شوف، أنا عراقي وأنت عراقي، تمام؟ أنت محترم، أنا ضيفك عندي أعتقد. طفي الكاميرا بارك الله فيك. أنا عراقي وأنت عراقي، وإحنا عراقيون، نحن العراقيون أذكى ناس على هذه الكوكب، أو على هذا الكوكب. بالله عليك يا برهان، آمين، بالله عليك يا وأنا خيتك سعدية، تمام؟ أنا خيتك سعدية. بالله عليك أسألك بالله، من هم الفاطميون؟ أهل السنة والجماعة اللي ينقلون أحاديث السيدة فاطمة، أم الشيعة الإمامية اللي ما نقلوا لها أي حديث؟ تفضل، من هم الأفضل؟ طيب أحسنت بارك الله بك. أريد من عندك 3 أحاديث عن فاطمة الزهراء عليه السلام بالتشريع، يعني تنقل عن رسول الله تشريع. تفضل. ليش 3 أحاديث؟ على مود أنا أقول إنكم فاطميون. نعم، حديث حبيبي، حديث واحد عن فاطمة، ليش 3؟ أنا أريد بس 3 من عندك. لا واحد، وأنا أريد منك واحد بعد، أعطيك واحد. وأنا عندي واحد هم كذلك عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عن رسول الله، حديث الكساء عندي أنا. بل أنا عندي 4 أحاديث تمام عن فاطمة الزهراء عليه السلام بتفسير القرآن الكريم. يا عمي جابر ينسى، جابر يروح يسهى وينام، جابر رضي الله عنه وارضاه يروح يسهى وينام، ورجال ده يمشي بطريقه دعوفه بطريقه لا تروح عليه. اي بس هو ناقل حبيبي، هو ناقل وليس بمشرع او ناقل على قولة الحكم. لكن هو يسهى وينسى عوفه بطريقه عوفه، لا تزعجه بالله عليك. شوف حبيبي اخوي العزيز انا يعني هسه اذا انت تقول انه هو يسهى وينسى، طيب تمام، يعني انت لازم عندك كم من الذين ينقلون الاحاديث، يعني الرواة السند لابد انهم يكونون لا ينسون ولا يسهون. يعني انت من بابك غفور رحيم، من باب شديد العقاب ما يصير. بس اذا تقدر بس تكبرني بارك الله بك، الله يكبر شأنك. الله يكبر شأنك حبيبي. بس تقدر تكبرني على مود افتح لك كاميرا ابين لك. وحده بارك الله فيك، وحده. انا رجال خدمتك حبيبي. اي احنا في الدين اهل السنه والجماعه. على راسي حياك الله. الناقل رجال سني. على راسي. بارك الله فيك، الله يسلم راسك. وانا خيتك سعديه، تمام؟
والرجال هذا احنا لا نقول ان الاشخاص معصومين عصمه مطلقه، ولا نقول انهم يعلمون ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وعندهم علم الاولين والاخرين. نحن لا نقول بالعصمه ولا نقول بالامامه التي تقولون فيها. نحن عندنا صحابه يسهون وينسون عادي. احنا عندنا علي بن ابي طالب يسهى وينسى ويروح ويجي وعايش حياته طبيعيه. احنا ما مخلين صحابه رجال آليين. بالامامه التي تقولون فيها نحن ما عندنا. نعم، رئاسه في شؤون امور الدين والدنيا. هذا يعني تعريف هذا عام عندنا. نعم. انتم تختصرون تقولون انها خلافه، الخلافه انه شنو؟ حاكم بامور الدين والدنيا، صحيح؟ حاكم شلون؟ عيد كلامك. عيد. الامامه عندكم هي الامامه في امور الدين والدنيا، صحيح؟ ايوه. طيب كيف تاخذون الدين من شخص غير معصوم يسهى وينسى؟ شلون تاخذون من عنده؟ احنا بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه حبيبي. واله وسلم امرنا باتباعه وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. طيب تمام. احنا زين، احسنتي بارك الله بك، احنا احسنتي. عندنا الصحابه. بس ثواني بارك الله فيك يا اخي. نعم تفضل. اخي الان لما سالتني اجاوب. تفضل اسف. وانا خيتك سعديه. تمام خويا. شوف خويا، احنا عندنا النبي صلى الله عليه واله وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وعندنا حديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر ثم عمر. هذا خلاف الدين والدنيا. بارك الله فيك. احنا عندنا احاديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم كثيره في اتباع الصحابه، لكن هل نقول ان الخلافه بالناس؟ لا يوجد سني يقول لك ان ابي بكر خليفه بالنص. ماكو عندنا هذا الشيء. ليس عندنا الامام في الدين والدنيا. شلون يا محمود؟ زين اذا هيك فهو هذا التعريف عند الشيعة، الإمام يكون إمام في الدين والدنيا. تعريف الإمام عندنا أي إنسان يؤم الناس فهو إمام. رئيس الجيش إمام، رئيس أحسنت بارك الله بك، قائد أحسنت. في المسجد إمام. أحسنت. ما عندنا التعريف اللي موجود عندهم. الإمام يجب أن يكون إماما أحسنت. في الدين والدنيا، أن زين يؤم زين. الناس طيب بالدين طيب والدنيا. طيب ما هي شروط محمود حبيبي، ما هي الشروط التي تقع على الشخص يصبح إماما؟ لا هذا الكلام مع الحوزة مو معك. اخي جلاد الان لا انا كلامي مو للحوزه، لا كلام اختي الحوزه الله يرحم والديك. بس ثواني، كلام محمود ما هي الاحكام التي تقع على الشخص ليصبح اماما؟ شنو هو؟ انا اخويا جلاد، انا خيرك سعديه مسيطره على الوضع على راسي. ماكو رجال يحكي في وجودي الا باستئذان مني. طيب انا خيتك سعديه. طيب انت قبل شويه انت قبل شويه قلتي الامام هو في امور الدين والدنيا، صحيح؟ بس وحده الان انت طفرتنا على بعيد. الان يجب ان نعود الى فاطمه الزهراء عليه السلام. تمام. اي بس كبريني على مود انا ابين لك، بس بلا زحمه، بس كبريني على مود انا ابين لك تمام انه رسول الله ماذا يقصد عندما قال اني تارك فيكم او مخلف فيكم كتاب والعتره. هذه بارك الله بكم، الله يوفقكم ان شاء الله. اخوان هذا في كتاب اتمام الدين واتمام النعم عن من؟ الحديث كل هذا الحديث كله واضح. انا عندي ما واضح عندكم؟ انتوا ما ادري جزء. انا ترى عندي مو واضح. اقرا ترى عندي مو واضح حقيقه. اقرا. نعم احسنت بارك الله بكم. اي عن من يجي السند مالته يصل الى علما الى الامام جعفر الصادق عليه السلام، جعفر ابن محمد، المن الى علي بن الحسن، الى نسيت ابيه الحسين ابن علي ابن ابي طالب، علي ابن ابي طالب، عن رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام عن قوله اني تارك فيكم كتاب الله وعترتي اهل بيتي. فقال رسول الله هنا تمام، قال رسول الله شنو؟ ان انا
وعلي شنو والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين والتسعة المهديين وقائمهم. هؤلاء العترة الذي أخصهم رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي أخصهم رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام بنقل. لو سمحت أخي برهان، أنا هنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام حثه. بعطيك وقت. أنا حديث ما كان عندي ظاهر، لكن هل الحديث اللي مال 9 من ولد الحسين فيه علي بن إبراهيم ولا ما في نعم. علي بن إبراهيم؟ يا علي ابن إبراهيم. علي بن إبراهيم القمي، بي علي بن إبراهيم لما علي بن هو إبراهيم. بس ثواني أنا بخدمتكم. ما بي علي ابن حدثنا علي ابن إبراهيم ابن هاشم هذا عن أبيه. هل هذا يوجد له توثيق بارك الله فيك؟ هو هذا أبو من؟ هذا أبو ابنه. والله عارف أبو ابنه يا هو هذا القمي. هو فهو ليس على قولته ماكو ماكو علي انه هو ضعيف او مجهول او متروك او فد شيء ثاني على مود انا اقول انه ضعيف. فاتمنى من حضرتكم اذا اكو في ضعف تبينون وتنورون على مود يكون على قولته بعد ما نستشهد بهذا الحديث. بارك الله فيكم. اخي المحترم علي بن ابراهيم. زين اذا ماكو توثيق له لو سمحتم اختي اذا ماكو توثيق له نقول انه ضعيف او مجهول. يعني انا هسه واحد اسمه برهان، منو هذا برهان؟ ما اعرفه برهان من هو. نعم. هسه انا واحد مثلا سرنا. زين اذا ما عرفنا نعم. مثلا كان عندي في محاور قبل كان صاعد في شخص محترم شيعي مثل جنابك المحترم كان اسمه سرمد، تمام؟ نعم. مجهول بالنسبة لي، لكن لما شفته صعد مثلا عند واحد مثلا التميمي المحكحك خلينا نقول مثلا، هذا أني عرفت إنه هذا شخص تابع له، تلميذ عنده، دارس عنده، يعرف أبوه منو، يعني له يعني توثيق ما له توثيق. هذا شخص يعني قدامي. لما شخص يقولوا لي مثلا حيدر، منو حيدر؟ ما أعرف منو حيدر، لازم أجيب له توثيق. بارك الله فيك. إذا أنتم طيب أحسنتم. مو أختي العزيزة أنا ليش سألتك قلت لك هذا أبو من؟ قلت لي أبو ابنه، قلت لك من هو ابنه؟ أحسنتم. منو ابنه؟ هو ابن القمي. القمي. تمام. علي ابن إبراهيم لو سمحتم، علي ابن إبراهيم القمي. فهذا أبوه معروف، يعني مو تقولي مجهول. مثلا هسه أنا أتكلم وياك تمام، أنا قاعد أسمع بس صوت، أصير أجهل المتكلم؟ لا ما يصير أجهل المتكلم. اثنين أنا ما أعرف اسم والدك الله يحفظه إن شاء الله يا رب، يصير أنا أقول عنه مجهول؟ لا ما مجهول. ليش؟ لأن عنده أثر، موجود أثر. الأثر إنه هذه الأخلاق الكريمة، أخلاق لو سمحتي، هاي الأخلاق الكريمة اللي أنت قاعد تحملينها لو سمحتي أختي هاي الأخلاق الكريمة، هاي الأخلاق الكريمة اللي أنت قاعد تتكلمين بيها تمام، تحس إنه أكو أبو طيب، إنسان خلوق علم هذه التربية لهذا الشخص. نعم. فمن هذا الباب إذا أنه أقول أن أنا ما إلى ترجمة فهو أجي بالأخير. أنا خيتك سعدية بنت الشايب، أبوي اسمه الشايب، أنا سعدية بنت الشايب خويا. على راسي. يصير أنا إذا أنت تتكلمين أنا مثلا تقولين يابا أبوي سولف على قولته عن فلان عن فلان عن فلان، السند الباقي كله ثقات تمام، وأقول له لا هذا ما موجود إلا توثيق. زين هو لا مكتوبين عنه مجهول ولا مكتوبين عنه ضعيف ولا مكتوبين عنه مدلس ولا متروك ولا مكتوبين عليه متروك، فأنا ما يصير أحكم إنه شنو هذا ضعيف. طيب اثنين هذا الحق معك. العفو. تمام. الحق معك. وأنا خيتك سعدية وأنا آسفة على راسي وقررت على راسي. لا قررت إنه أخذ الخيرة. ما خاب من استخارنا نحن أهل البيت. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أنا خيتك مسوية. اللهم صل على محمد وعلى محمد. على راسي. حياكم الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا العلي مدد يا العلي مدد. وأنت شايف هذا السيف الشايلة تركض بيه، شايلة بيدك تركض بيه. سيفك شايلة تركض بيه. سيفك المشاكل اللي هي في حياتك. بارك الله فيك.
احنا نرتكبها الله سبحانه وتعالى يعاقبنا بهم. اي يا العلي مدد، يا العلي مدد. باقي خويا نص ساعة. شوف أنا 1 2 3 4 5 6. قد عمرك خويا؟ السلام أنا عليكم. 37 سنة. 37 سنة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف أنت عليكم السلام طبعا وزعيم. عايش، شوف أنت عايش حياتك، يعني شوف إيش قد ما تكبر تبقى شباب، صح ولا مو صح؟ ما شاء الله. نحمد الله ونشكره. يعني هذا الشيء عندكم وراثة عائلية، يعني هذه عندكم وراثة اللي يعني الكبير اللي فيكم تمام يبقى يعني روحه شباب، يبقى وجهه شباب، ما يكبر بالسن، يعني وجهه ما يجعد بسرعة. ما شاء الله. نحمد الله ونشكره يا رب. أي. شوف خويا انت عليك ديون، صح ولا مو صح؟ الديون لازم تقضيها. بارك الله. العفو. لا هي الديون هذا احنا ما مديونين ان شاء الله الا لله سبحانه وتعالى، لان باقي الامور الحمد لله. لازم تروح لموسى بن جعفر عليه السلام، تمام، وتلزم عليك وتشد هناك. بارك الله في خويا. زين هذا العلم اللي عندكم منين؟ مستوحى ام استنباط؟ لا هذه نور من الله سبحانه وتعالى. يعني انا خيتك موسى. يعني استنباط. مو على عيني استنباط، على عيني هذا على راسي. تفسير. هذه نور من الله سبحانه وتعالى. شوف خويا اي ما هو استنباط من عالم الروحي. اي شوف خويا، انت الفلس يجيك من ايد يروح من ايد الثانيه، ايدك وانا ملك. دارس ترى للمعلوم. لا انا ترى للمعلومه انا داخل بهذا النظام قبل فتره، يعني ما يقارب اكثر من سنتين، تمام، وطلعت من عنده لين باوعت انه شوي بمشاكل عالم الروحانيات والعرفانيات. شوف خويا، انت الدرهم اللي يجيك في ايدك يروح من ايدك الثانيه، انت ايدك مو الك، صح لا مو صح؟ صحيح. شوف خويا، نصلي على محمد وآل محمد. تروح تزور موسى بن اللهم صل جعفر. على محمد وآل محمد. شوف تروح تلزم الباب مال موسى بن جعفر. طيب تمام، وتقول له يا موسى بن جعفر، يا موسى بن جعفر، إذا أنت صدق موسى بن جعفر سلام الله عليك مشي لي أمري. ادعي في موسى بن جعفر، وشد عليك خويا، شد عليك. أنا قبل كنت شيعية ان شاء الله. تمام، أنت إنسان فعلا طيب، حتى هم الناس يقولون عليك طيب حقيقة. شوف خويا، تروح موسى بن جعفر. للمعلومة ترى أنا سابقا سني. ما شاء الله، يعني أنت سني خويا. أنا قرأت أنا سابقا سني متشيع. تشيعت بأثر حديث واحد، هو حديث رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال إن مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلى عنها فقد غرق وهلك. طيب خويا، هذا الحديث اللي حتى ما صحة هذا الحديث، صحته هذا الحديث ما لك دخل. عيني ما لك دخل اخويا، انا خيتك عراقيه تمام، وانت عراقي صح اخويا؟ على راسي. شوف خويا، على راسي. احنا يعني بالعراق نعرف انه لما واحد يقول لك انا هذا شيعي، واللي يقول لك اني هذا سني، واللي يقول لك اقول لك هذا سني، واللي اقول لك هذا شيعي. ما يحتاج، صح لا مو صح خويا؟ لا هي أقول لك هاي مالتنا مال الجنوب. مالتنا مال الجنوب، سمعت يقول مالتنا بقول مال لك. الجنوب، فليش انت تقول كل سني؟ بارك الله فيك. لا مو أنا تريدين أطلعك البطاقة مالتي؟ الهوية مالتي؟ لا هذه شغلاتك الخاصة. أنا مرعي من آل الدين. والنعم شوف، خليك انت بطاقتك بجيبك، لا ترعي فيها، خليها بجيبك. الناس اكو ناس اشرار. لا مو الدليل اختي، قسما برب العرش العظيم، وهذا شهر رمضان. قبل فتره كنت هم صعد البث، قلت لهم انا يابا كنت سني وتشيعت، فاكو زلمه كبير كان موجود بالبث قال تفضل اعطيني اسمك الرباعي. اعطيته اسم الرباعي واللقب، قال لي صحيح. قلت له ها، قال لي ان هاي الاسماء عندنا، هي اسمي مسلم خير الله حامد مطلق شلاش. مطلق شلاش. شوف لا اختي غالي، هذن اسماء متداوله في الغربيه، واحنا لحد الان عندنا اتصال باخواننا اللي بالغربيه، تمام، بالانبار. يعني مضيف آل مرعي موجود، تمام. يعني انت الان مرعاوي.
انا مرعاوي إيه؟ طيب الان مرعاوي انت إيه؟ جيد، ما انت انكر الان اصلا. جيد، انت الان من يافخ، انت الان من يافخ من بمرعي خويا. المرعي البصره يسموها اللي فخذ بيت مطلق الشلاش يسمونه، لان جدنا مطلق تمام كان يعني بال ما في شيء اسمه بارك 1900 الله و ما في 1840 ماكو شيء فقد خويا 1840 بالمرعي. اجى للبصره. ايه عيني خويا لا مرعاو مو ابو مرعي. ابو مرعي اختي بس بلا زحمه. ابو مرعي شيعه، المرعي لا. طيب خويا ايه ابو مرعي شيعه. ايه هذا يسكنون بمن؟ يسكنون جنوب العراق تمام، جنوب البصره بمن؟ بالزبير ومقصر. شوف خويا اقول لك شيء واحد خويا. الان علي بن ابي طالب سلام الله عليه تمام، لما كان يذهب الى النبي صلى الله عليه واله وسلم كان ينزل عليه نعم. الوحي. شو اسمه هذا الوحي؟ ينزل على اليمن، ينزل على النبي صلى الله عليه واله وسلم. شو اسمه هذا الوحي؟ الحوزه. اخونا ابو يوسف تحت يقول لك خليه يذكر التحيات مال السنه. اوف ابو يوسف الان خلونا معاه شويه. شو اسمه هذا الوحي خويا؟ اي يعني تفضل. جبرائيل. عافية يا خويا، شفت شلون انت الان كيف سني بارك الله فيك. خلاص خويا الرجال ثقة، خلاص ما طول قال جبرائيل، الرجال سني بارك الله فيكم. خلاص شوف خويا بارك الله فيك، صل على محمد. زين احواز نعم. بس نعم بلا خويا. زحمه. نعم خويا. جبرائيل ينزل على النبي. جبريل على من ينزل على بيت جيران للنبي، كانوا قبل يلعبون دعاب الجبل بارك الله فيك. زين من هو اللي كان ينزل على عيسى ابن مريم؟ الروح القدس بارك الله فيك خويا. روح القدس كانت تنزل عليه؟ اي نعم خويا. كان جبرائيل شنو شغله؟ فوق يعني ديباو على الانبياء يعني. جدا ممنون من حضرتكم، ربي يوفقكم ان شاء الله. اهلا اخويا، يا اهلا وسهلا اخويا، يا اهلا وسهلا. حياكم الله يعينك. صل على محمد وعلى محمد. الله يحفظكم اخويا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا العلي مدد. في أمان الله وحفظه. أحسنت يا العلي مدد، بارك الله فيك أخويا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. عليكم السلام. السلام عليكم. هسه بعد ما نزلت صعدتني. اي اخويا موت يعني تخرب علي. ليش؟ وصار ساعة طالب. تقطع رزقي أنت. لا والله. حلوة أمال السعدية هاي. يا العلي مدد، حيا الله أخي مداد، كيف حالك؟ هلا حياك الله يا حبايب، هلا حياكم الله. حياكم الله يا أخوة. حيا الله محمود، حيا الله، حياكم الله جميعا. أبو سعد هو وأبو يوسف يقطعون برزقي، يا أخي ليش تقطعون برزقي؟ نعم، قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. أبو يوسف يخلي خشمه وهذا الثاني الساعد يصعد حكمة. يا أبو على سعدية تشلف لي حكمة. سعدية يا أخي، سعدية خلصنا. يا العلي مدد، يا العلي مدد، حياكم ونورتم يا العلي مدد، يا أهلا وسهلا. وين هرب مصطفى الساعدي؟ هرب الرافضي. كل سني. الله يبارك مصطفى، أنا أتمنى في اليوم من الأيام أشوفك أحد جنود النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أتباع أهل البيت الحقيقيين على منهج أبي بكر وعمر. حقيقة أتمنى لك الخير يا أخي. باقي 20 دقيقة تقريبا، هو يطالع فوق بالشاشة. والله يا مصطفى أنا حقيقة أنت بينك وبين ربك، أتمنى أنه أشوفك في يوم من الأيام أحد جنود النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكر بينك وبين نفسك، ليش أهل السنة والجماعة عددهم 2 مليار وإحنا الشيعة عددنا يعني 150-200، إذا نجمعهم كلهم مع الشيعة الزيدية والعامرية والثانية والخاربية كلها يعني يطلعون 400 مليون.
طيب وليش أهل السنة والجماعة عددهم الله مبارك في عددهم 2 مليار؟ معقول هؤلاء 2 مليار عقل كلهم على خطأ؟ يعني كلهم من أهل النار، كلهم على ضلال، كلهم كفار؟ يعني أنا أفكر بارك الله فيك يا أخي. روح 500 خلاص، أنتوا الشيعة كلكم 500 ما عندي مشكلة. هذا النبي بارك الله فيك. نعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لأنه مؤيد من الله سبحانه وتعالى، لكن أنتم الآن تدعون بأنكم مسلمون بارك الله فيك، تقولون نحن الآن مسلمون لكن النبي كذاب. نقول نحن مسلمون لكن النبي يعني بيته ما طاهر. نحن مسلمون لكن النبي كان يجامع نجسة. نحن الآن مسلمون ويعني أتمنى أن أشوفك في اليوم من الأيام أحد جنود النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت أي مسمى. حي الله أبو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبو مصطفى ولا أبو إيش؟ أبو مصعب. أبو مصعب. أبو مصعب. كيف حالك يا أبو حسين؟ الله يسلمك. شلونك؟ أنا خيتك سعدية أخويا. كيف حالك؟ أنت ابنية مرة؟ أي نعم مرة. والله عبالي صوت رجال. ليش أنا شايفني صوتي خشن هالدرجة؟ والله يا عمي ما أدري والله ضاع علي حتى ذا. لا تتجاوز. أنا خيتك مساعدتك عندي بالبث، لا تتجاوز. لا علي ما يتجاوز ابوي، علي ما يتجاوز. لا تقول لا تصير متنمر على صوتي. هذا الله يجخانك. لا انا قلت تصور ابنيه، صور رجال. لا تتجاوز. خلاص عدي هذا الامر احسن ما يعني اسمعك كلام محلو. انا خيتك سعديه واهلا وسهلا. انت الان شيء ابوي على كيفك، على كيفك، ما ادري على كيفك. وانا عمي اشتبهنا ذاني غلطتي، شلون بالله شو اسوي؟ راح انا اسامحك هالمره. انت الان شيعي امامي؟ انا لا اي شيعي امامي. شوف ابو حسين اخويا، فاطمة الزهراء صلوات الله عليها هي بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي زوجة علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هل هي من العترة أم هي ليست من العترة؟ يعني زوجة فاطمة الزهراء عليه السلام من أهل البيت. ايش يعني سؤالي شو هذا؟ يعني هو السؤال الإنساني يناقش بالأصول، يناقش بالأمور العقلية. معقول إنه الزهراء عندك ليست من الأصول؟ تطعن في الزهراء؟ لا ما الأصول الدين، أنت ما تعرف أصول الشيعة. شلون جاي تناقش بالأصول وما تعرف أصول الشيعة؟ لا يعني الزهراء هي سيدة أصول الدين. لا شنو أصول الشيعة والله عدد لي اياهم. التوحيد، العدل، النبوة، الإمام، المعاد. أنا خيتك كنت قبل. وين فاطمة الزهراء؟ وين فاطمة الزهراء؟ لولا الزهراء لما في أصول بارك الله فيك. هاي قداسة الله سبحانه وتعالى يضيفها حسب الأشخاص. فشنو مريم العذراء ايش سوت؟ دقيقة اسمعي لي، لا تسأليني أنا جاوب. مريم عليه السلام ما شو مسوية؟ جابت عيسى، الله سبحانه وتعالى أعطاها قدسية ما يشاء الله بيد الله، أعطاها سيدة نساء العالمين، سيدة نساء في وقتها. هاي فضيلة من الله. الله سبحانه وتعالى كرم الزهراء وأعطاها فضيلة عظيمة أنه يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. حلو خلاص حلو. إذا الزهراء هي من أصول الدين، صح لا مو صح؟ حبيبي أنت أسئلتك كلها غلط. العفو. أنا خيتك تقول حبيبي. إيه العفو عمي. قول أمنا أحسن. أنا سعدية. يلا يا سعدية. علوية. سعدية. نعم يا عمي. نعم. أسئلة كلها مغالطات يعني بعيدة عن النقاش. مو حرام أقصد، في نهي. أيوه في نهي. شنو نهي؟ اي في مداد انت فتح نهي، يعني نهي صحي مو نهي شو اسمه، يعني مو نهي تحريمي. يا مداد انت يعني مستحب انه تشرب وانت جالس، يعني مستحب. طيب كتمت. الان خويا ابو حسين، شوف خويا. اي بص على محمد وآل محمد.
هل الزهراء افضل من الاصول ام الاصول افضل من الزهراء؟ خبر اسئلتي شاهد ما تروح روح شوف لي شيء، تروح سوي دلاله بيعي نعل اثنين شنو هذا؟ اسئله هاي بايخه. يعني شنو هاي؟ انا اقصي بالخلافه، بالامامه، بالتوحيد، بالنبوه. يا الاحزان الطماطم والخيار، يا الاحزان ثواي الذكر الزهراء طماطم يا الاحزان الباذنجان لو الكشوري. طيب الان كفضلي الزهراء هل يا الافضل، انا اقول لك يا الافضل الثريد لو التشريب. يلا فينك جاوبتي. لا انا الان سالتك سؤال محترم. شلون رسول الله يقول فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على الفلافل؟ يا الافضل الفلافل لو الثريد، بينش ما بين. لحظه لا بدعتي يا الافضل الفلافل لو الثريد. يا رجل شوي اهدى. لو الكباب ما يحترم يا اسئله بايخه تعبانين ما تكون شويه. انا اقول لك يلا خلنا باع الاسئله. انت دينك اخذتيه من القران صح؟ يا اخي انت الان دا تقول الزهراء كالطماطم كالخياره. يا اخي اهدى شويه اهدى بارك الله فيك. الان من هو الافضل؟ يكتبون عنوان ابو الفريان، عنوان لا تكتموني. نعم الان من هو الافضل؟ الزهراء لو اصول الدين؟ اي فدينك انت ماخذته من القران عن شخص كذاب مدلس اسمه حفص شيعي. محمد صلى الله عليه واله وسلم كذاب. انزل يا ايها الكافر. عرفتوا ليش انا خيلتكم تركت التشيع؟ لانهم يقولون ان محمد صلى الله عليه واله وسلم انه كذاب كافر والعياذ بالله. سألته سؤال جميل رقيق: هل الزهراء أفضل من أصول الدين أم أصول الدين أفضل من الزهراء؟ ما عندهم إجابة، لا يوجد عندهم إجابة محترمة. أنا يعني خيتك سعدية ومساعدتك ومحترمتك يا أبو مصطفى. خلك يعني محترم، احترم النبي صلى الله عليه وآله. حياك. ليش نزلته يا أخي؟ هو ما اتكلم عن عاصم وحفص قال لك وانت نزلته قبل. لا قال جبت القرآن، أو يعني جيت أو يعني جبت القرآن عن طريق واحد كذاب. حفص وعاصم الكوفيين هذا واحد ودول اثنين. لا هم اثنين شلون واحد؟ يخاف هو قال عن واحد كذاب. هو اي بس لصاعد الرجل جاي يناقشك بعدين دعوف هاي انت مال يا حكمت يا اخوي، دعوف هاي مال البنيه والسعديه. ما خلينا ادخل وياه بالنقاش. ودخلت وياه بالنقاش قلت له لا يا اخي انت هم تتمسخر عليه وتمزح وياه هواي. ما متمسخر وياه، يعني سألته سؤال. شنو السعديه؟ تفوت بالموضوع، خلينا نشوف الرجل شنو بجعبته. يمكن يعني عنده فلوس وهو خير يتزوج وانا خيتك سعديه. بشرفك صعده والله رجال محترم وعرفه. والله العظيم ما محترم، والله العظيم ما يتجاوز والله العظيم، بس لين انت تمسخرت عليه. بشرفك صعده والله ما متمسخر. بشرفك حكمت ماكو. وين خلي يطلع وقفت نطي دعوه الله عليك. ماكو والله ماكو والله ورب الحسين ماكو. واحد بالتعليقات هاي جاي يسب. من يسب؟ صعد فوق هاي صقر قريش. صقر قريش خلي يولي هذا طيزه مفتوح. شوف اصعد فوق شنو يسوي. لا طلع عليك يا كلب يا ساقط يا منحط يا دايح. لا قوة الا بالله يا كلب. لا يا شامي لا تظلم بختك. لا شامي ترى انا الشيعة عندي محترمين يا شامي. هذا الشامي هذا شوية هدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقسم بالله اذا بتثبت لي انه في شيعي بالكون واحد محترم لا اتشيع الان. هي حلفتي. لا تظلم. احاور انا مصطفى خلي كتم. احاورك انا. شوف يا شامي، انا خيتك سعدية. تفضل. هذا مصطفى شيعي محترم. يلا تشيع. والله الذي لا اله غيره، هي حلفت والذي فلق الحبة والنوى، إذا بيطلع شيعي محترم لا أتشيع الآن الآن واحد بس، واحد أو نص واحد. مالك لحظة، نص واحد أقبل. مصطفى هذا شيعي محترم. يلا تشيع. يلا مصطفى بسرعة. نعم. داح المايك قول كل من شتم أم المؤمنين عائشة فهو كافر ملعون زنديق. يلا تفضل.
والله كل من نفس الكلام اللي قلته، اقسم بالله كل من يقول ان القران محرف هو ملعون كافر زنديق. ملعون كافر زنديق. نعم. اذا انت ليست بشيعي. خلاص انا اتكلم عن الشيعة، انت لست بشيعي. شامي لا والله العظيم. لحظة قسما بالله العظيم. شامي اسمع تفضل. شامي يا مصطفى. شامي يلا، هو الان قال لك كل واحد يقول القرآن محرف يلا الشيع قول معي. لا لحظة ثواني انت سني ثواني انت سني من وين تاخذ دينك؟ قول وياي. والله لا اقول بس جاوبني طبعا. احشرك يا سيدي. والله انا بدي احشرك. انت سني من وين تاخذ دينك؟ كتاب وسنه صح؟ هو شيعي منين بياخذ دينه؟ كتاب الله والعترة. انت طيب التحريف عن العترة، التحريف نسبوه لجعفر الصادق، ليش عم بيقول شيعي هو؟ لا جعفر الصادق ما له دخل بالتحريف. هو مو جعفري؟ لا التحريف موجود. لا منسوب الى جعفر الصادق 17,000 آية قال والله ما نزل. لحظة الان انت حشرت تروح التحريف. هذا الشيعي محترم وهو قام انت ما قلت. يلا قلت لك ما انه شيعي. انا اقصد شيعي، هو منه شيعي. لا انت قسمت يا شامي. انت طالما تبرأت من كتب الشيعية منك شيعي. انتهى الموضوع. توكل الله يا شامي. انت رجل ولازم يعني تبقى على بشرط انك تكون شيعي. انا قلت شيعي محترم. شيعي والله العظيم. من وين تاخذ دينك؟ سؤال من وين؟ كتم. لا ما مكتوب. ما مكتوب. من وين تاخذ دينك؟ غير من تتكلم انا اكتم. لا من وين تاخذ دينك؟ تفضل. من الله ورسول الله. كيف يعني بيوصل لك؟ اعطيني السلسله، بدي السلسله. لحظه انت كيف محترم؟ لحظه واحده يا مصطفى. انت شنو؟ انت تهرب من عنده؟ لا انا راح اثبت لك اذا كان بيتبع الكتب الشيعيه المعروفه السبعه المشهوره او السته. هذا اذا تبعهم معناتها منه محترم. لحظه لا اذا كفر فيهم محترم. لحظه الان اكو في نصراني محترم ولا ما في نصراني محترم؟ شوف اعطيك وجهه نظري. احشرك بالزاويه. والله ما بيطلع لك. راح يطلع لك. شوف راح اقول لك شغله. انا سمعت تسجيل من يومين بعث لي اياه شخص قال لي ايش بترد على الكلام؟ بس يرحم ابوك اسمعني اخر نقطه مشان تكون معي. بعث لي كلام لحسن زميره هو وسام بن جده عم بيقول له السيد القائد علي الخامنئي منع ونحن ممنوع واحد يشتم صحابه ولا عائشه هذا حسابه كذا وكذا، وفي واحد بلندن بريطانيا كذا. يا شامي بس اخر كلمه لا افيدك. هذا اللي عم يتكلم هيك هو قال لك نفس الكلام. بس نفس الكلام. حسن الصلع عم بيقول بنفس الحديث انه انا مقلد للخميني. طب الخميني عنده كتاب الطهاره، بتعرف ايش مكتوب فيه؟ كيف انت يا اخي والله ادري يا اخي والله. طيب تمام. وهذا الشيعي نفس القصه، بيقول لك انا محترم ولكن اتبع كتب الشيعي. ما هو الاعظم الذي يقول ان لله ولد، لو الذي يقول ان النبي قصر في تبليغ الرساله؟ من هو الافضل؟ والله طبعا الثاني لكن انت لا ذنب بعد الكفر، يعني ما في ذنب بعد كفر. خلاص هو نسب لله ولد بارك الله فيك. فهذا وكمان يقول عن نبينا محمد روحي له الفداء عليه الصلاة والسلام، يقولوا عنه ليس بنبي او يقولوا كذاب. نفس القصة. اعوذ بالله. لا شامي شوف الان قول وياي اشهد ان علي ولي الله. يلا شيع. والله عندي ابو الحسنين ولي الله وان رغمت انوف. ابو الحسنين كرر علينا. علي السن، انتبه، علي السن علينا وليس علي. ما في شيء اسمه علي السنة علي الشيعة. علي واحد. لا علي السن الكرار. نحن ما نعرف علي الشيعة هذا اللي ضربت زوجته، ما بعرف. لا للأمانة. شامي شوف يا شامي. ايوه شوف تفضل. محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام شخصية واحدة. ما نقدر نقول محمد الشيعي ومحمد السني. لا هذا شيء هذا مقياس باطل. نحن ما اكمل كلامي. تفضل ابشر. الله يبارك فيك. وماكو شيء اسمه ابي بكر الشيعي ولا ابي بكر السني، ولا كل شيء اسمه الزهراء السنية والزهراء الشيعية، ولا كل شيء اسمه عائشة السنية وعائشة الشيعية. هذا الشيء يعني حقيقة ما حلوة، ما تليق بينا بارك الله فيك. نحن نقول ان علي شخصية واحدة، لكن هذه الشخصية اختلفت فيه اقوام. في قوم أمة وسطاء، وفي قوم متطرفة، وفي قوم يعني مغالية. ماشي. فإحنا أهل السنة والجماعة نقول إن هذه الشخصية نحن الأمة الوسطى نحبها لله تعالى، نتقرب إلى الله بحب هذه الشخصية. لكن هل نرفع
من مكانتها الزايد عن اللزوم؟ لا والله. هل احنا نحط من مكانتها الزايد عن اللزوم؟ لا والله. علي هو صحابي جليل نتقرب به الى الله بحب علي بن طالب. نعم هاي شخصية واحدة، ماكو علي سني علي شيعي، فاطمة الشيعية فاطمة السنية، الباقر السني الباقر الشيعي. تدري أني جدي الباقر، جدي الصادق، جدي علي الهادي، جدي موسى بن جعفر الصادق وزين العابدين، وجدي أنا الحسين، وجدي أنا علي بن طالب. هم نقول والله جدي الصادق غير يعني السني غير عن الشيعي، ماكو هيش يعني كلام. وين راح الأخ؟ صح هو موجود؟ راح نزل. هرب السلفي، هرب السلفي. حشره الشيخ حكمة. الشيخة سعدية. عندنا احنا عندنا شوف يعني اليوم 35 34. حكمة انطيني إشراف، خاف تعليقات سلبية. جارك أنا نفس البلد قاعد وياك. بس ترى ممكن بأي يوم أشيل عنك. أنا أخوك لا صوت. لأنه تجينا ضغوط من السلفية. لا براحتك. يلا تواصل وياك، راح أكتب لك الرقم، أتواصل وياك، أتصل عليك وما شوي. أنا عندي التليجرام موجود والله، إذا تحب. ما يخالف، عاد اكتب لي على الخاص على تكتب حتى نتواصل. الله يبارك فيك. اي نعم والله. شوف مصطفى، أنا أشوف إنه شوي أنت متعصب في بعض البثوث، تمام؟ أشوف تعصبك وأنا أشوف تعليقاتك، لكن أقسم بالله أنا أدري إنه قلبك طيب، أقسم بالله والله. عندي كل تعصب حبيبي، الله يحفظك، أنت الأحسن. لا شفتك في بث فرانسوا وبعض البثوث. أنا شوف أنت كشيعي على النواصب والله، مو عليك. اسمع، أنت يعني كشيعي أقول أنت من حقك، لأن هذه عقيدة اللي تعتقد بها. لو كانت عقيدة أهل السنة والجماعة تقول إن فاطمة منافقة، والله العظيم ما أبقى على هذه العقيدة. لو أنا عقيدتي تقول إن زينب منافقة، والله العظيم ما أبقى على هذه العقيدة. تفهمني؟ بارك الله فيك. نعم أفهمك، بس وين هذا الحديث؟ نفاق. لا. نعم. فهمني. أنا المثال يضرب ولا يقاس. تفضل. أي أنتم عندكم السيدة عائشة كافرة مستحقة للنار. لا ماكو كفر، ما حد يقول بكفرها، أتحداك. تتشيع أنت؟ ماكو، ما يصير، ما حد قال بكفرهم، ما يصير. مسلمة. تتشيع؟ شلون؟ عفوا مو تتشيع، تتسنن. تتشيع مرتين حكمة. مرتين. مثل البصراوي. صرت خويا. تتسنن. بس خلي خدمك، ماكو أحد قال بكفرهم، ما يصير، مسلمين. طيب إذا أجيب لك الكلام الصر سني خويا؟ تجيب الكلام من أي عالم جديد؟ هذا يعني شو وقت صار؟ 50 سنة من توفيه؟ شنو هذا العالم؟ ما اتبع هذا العالم إذا يكفرهم. يعني رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام يتزوج كافرة؟ معقولة؟ والله يا أخوي هذا عندك والله. حبيبي هذا العالم يخلي هاي الرواية مالته ينقحها ويشرب مايها. عالم انفرد. شوف هذا العالم انفرد بروايته، يعني انفرد برأيه، ما أخذ به هذا، يعني ما أخذ به. احنا مو مثل يعني عندكم مثلا الصحاح، لا ما يصير كلها ما تخطأ، لا عندي هذا العالم إذا يخطأ أعرض حديث، أنا أشوف حديثه شنو موافق كيف الشغلة القرآن الكريم. نعم تفضل. أحكي في الشغلة، أنت عندك الراد على عالم كالراد على الله سبحانه وتعالى، تقدر تدري بها. أعوذ بالله، شنو الراد؟ استغفر الله، أنت جاي سولف. أي والله الراد على العالم عندك كالراد على الإمام، وراد على الإمام كالراد على الله. فأنت ما تقدر ترفض كلام العالم. شوف القاعدة اللي حطوها الإمامية الاثنا عشرية هذه ليش؟ لأنه يدرون كل زين إنه في شيعة مثالك ماشي مثلك أنت جنابك المحترم. نعم تفضل. الله يحفظك. راح يجي ويتفكر بينه وبين نفسه، يقول له طيب إذا أنا مرت النبي عندي منافقة، شلون أنا راح أدعو النصارى إلى الدين الإسلامي؟ فشي يقول له لازم أجيب له فد باب أسد له إياه، أبني له باب وأسد هذا الباب وأخلص من عنده.
اللي هو الراد على العالم كالراد على الله. الراد على العالم كالراد على الإمام، والراد على الإمام كالراد على الله سبحانه وتعالى. فهذه بهذه الطريقة يجون. ليش هو يقول لك والله أنت تشيع عندي؟ يا الله، راح أفتح لك الكاميرا. وإذا تحب أشوفك الراد على العالم كالراد على الله، مو مشكلة، بس أول شيء أشوفك هذا الكلام. سمع. شو بارك الله فيك. هذا محمد طاهر القمي، تمام؟ ايه، شو بارك الله فيك. يقول: دليل الأربعون ما ورد في مثالب أعداء أهل البيت عليهم السلام، مما يدل على إمامة أئمتنا الاثني عشر، أن عائشة كافرة مستحقة للنار. هذا من الدليل الأربعون بارك الله فيك. فلما نأتي للشيعي مثلك نقول لك أخي المحترم، الآن أنت هل تقول أن السيدة عائشة مرت للنبي كافرة؟ في شيعي يقول أي عالم؟ محمد طاهر. لحظة واحدة، أنا تليفوني عاطل. إيه لا عادي، ماكو مشكلة. محمد، يا ربي دنطيني اكتب لي على الخاص خلينا نشوفه. شوف هذا في كتاب الأربعين. نعم. محمد طاهر القمي، تمام. الصفحة 615. صفحة 615 هم الجزء هي أجزاء؟ ما بجزء، هو ما بي خليه أسجله. أيه. صعد أخونا هنا، ممكن الصعد أخونا يقول لك أنا أجاوب، والرجل محترم يجوز. أنا أعرفه. لا مو محترم هذا والله. نزله قبل بس عرفه. من أول سلام. شوف يعني شوف شلون يتهجم. سويت دعوة. يلا توكل على الله. إذا عنده جزء علمية أحسن من عندي. تفضل أخونا صقار. ساهر اسمه ساهر. تفضل يا ساهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حبيبي. اسمع يا مصطفى سعد، اسمع يا ساهر. راح أسألك سؤال تجاوبني بشكل مباشر، تمام؟ هل عائشة رضي الله عنها وارضاها منافقة أم مؤمنة من أهل الجنة وهو مع النبي في الجنة؟ تفضل. بالنسبة هي عصت الله وعصت الرسول، فهي مخلدة في النار في سورة النساء، هذا قول الله. شفت يا مصطفى؟ خلي يجاوبك. ليش خلي جاوبك بدليل. بدليل. اسمعني الله يبارك فيك. تفضل. أنا الدليل اللي حيجيب لي إياه، تمام؟ الدليل اللي هو حيجيب لي هذا الدليل من هو صياغة عقله هو. أنت الآن عندك 2 مليار، تمام؟ وعندك 500 مليون، وعندك نصارى خلينا نقول 8 مليار، خلينا نقول 3 مليار. الآن لما يجيك النصراني شو تقول له؟ تقول له والله أنا تعال أخويا، أنا أخوك شيعي ما 12، لكن أنا عندي عائشة كافرة مستحقة للنار، تعاصر مسلم لأنه مرت النبي كانت كافرة. النصراني حيقول لك طيب شلون أنا راح أصير نصراني إذا أنت شيعي تقول إن عائشة كافرة مستحقة للنار ومنافقة في الدرك الأسفل من النار وهي مو شريفة وتعاصر عن المسلم؟ هاي شلون هذا الحكي؟ أنت الآن ما راح تقدر النصراني للدين الإسلامي بارك الله فيك. لكن أهل السنة والجماعة يقولون إن بيت النبوة طاهر مطهر، والسيدة فاطمة هم طاهرة. احنا ما نقول في عرض السيدة فاطمة. لو احنا قلنا إنه السيدة فاطمة عرضها مو شريف أو هي منافقة راح يجي عليه النصراني يقول لي ها والله بنت نبيك ما قدر يدخل بنته للجنة، ما قدر يدخل بنته للإيمان، شو راح تجي تدخل أنت واحد نصراني؟ فأنت هنا هذا النبي مو نبي الرحمة، هذا نبي النقمة حاشاه. فشفت الآن الرافضي اللي كان صاعد، تمام؟ الرافضي اللي كان صاعد الآن قبل شوية لما قلت له هالكلام عشان أنت تفهم بارك الله فيك. صحيح. عقيدة الرافضة في تكفير. لا تسمح لي أستاذ حكمة أخونا، هو يقول ممكن أجاوب؟
وقول الدليل. قل لي، اسألني دليلك وين. هسه نريد نشوف دليلك وين بالنار. هو قاعد بالنار. هسه نريد طيب نشوف وين بالنار. اريد اشوف وين الدليل بالنار. تعرف ليش انا صعدته؟ بارك الله فيك. نعم صعدته تفضل. حتى تعرف عقيدة الشيعة الإمامية الاثنا عشرية الحقيقية في بيت النبوة. إذا يجيك شيعي مستحيل كلهم. اسمع نعم اسمع. أنا الآن منو شيخ عشيرتكم؟ شيخ عشيرتكم شو اسمه مثلا؟ اسم مثلا، اعطيني حي الله اسم. الحاج جاسم مثلا الشيخ الحاج جاسم شيخ عشيرتكم، تمام؟ شيخ وعنده شوارب ولحية ووجه كريم وحاط غترة وعقال وهلا ويا عبد الله، وإله كلمة وإله هيبته وإله بخته وإله صح لا مو صح؟ نقول إحنا بلهجة عراقية. يجيك واحد، تمام، نقول مثلا من قبيلة البو محمد مثلا، حاشاهم البو محمد والنعم بهم، يجي يقول لك والله مرت الحاج جاسم مرته يعني وحدة مو شريفة ووحدة ملحدة، وحدة منافقة ملحدة. هذا الحاج جاسم ما لما نشوف يقبل جملة وتفصيل. ما يقبل. نعم. هذا واحد عارف كيف ما بالنبي. نعم. كيف ما بالنبي. هذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعث رحمة للعالمين. وإيش بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ شوف اتمعن في هذه الآية. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ركزوا وياها. وأزواجه أمهاتهم إمن عائدة للمؤمنين. فإذا يجيك واحد نصراني يقول لك والله أزواج النبي شلون هن أمهات المؤمنين وهي منافقة، أو مثل ما قال محمد طاهر القمي عائشة كافرة مستحقة للنار. إذا مرت نبيك هيجي أنا شلون أنا حاجة أدخل الإسلام؟ شوف أخي الكريم، إحنا ما عندنا يعني ديننا مو دين أشخاص. أنا دين الإسلام قائم بأبي بكر، بوجود أبي بكر أو بغير وجود أبي بكر، بوجود عمر أو عثمان أو علي أو بغير وجودهم أو يعني بعدمهم. دين قائم، الدين مالتي قائم بوجود عائشة رضي الله عنها أو بعدمها. دين الله قائم عندي، وأنا عندي منهج دين، أنا عندي منهج. بارك الله فيك. جاني تحليل. هذا المنهج بارك الله فيك الشيعة الإمامية 12 يرفضونه مو على مود كرها بالسنة، بل كرها بالنبي محمد صلى الله عليه، بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بآية قرآنية: لقد رضي الله عن المؤمنين. ركز بيها، المؤمنين، ركز بيها. الشيعة يقول لا والله مو مؤمنين. النبي يقول لك مؤمنين، والشيعة يقول لك لا الله مو مؤمنين. أصدق الشيعة لو أنا أصدق القرآن؟ عرفت ليش بعض علماء أهل السنة والجماعة يقولون بتكفير الرافضة؟ لأنهم يكذبون القرآن عين عينك. أنا الآن ما أقدر أكفرك ولا أنا أقدر أحكي عليك، لأن أنت ولد طيب شيعي محترم تحب تبحث عن الدين، أمك ربتك تربية طيبة، أبوك رباك تربية طيبة، تربية صالحة. ونسأل الله لي ولك الهداية أخي المحترم، نسأل الله لي ولك الهداية. بارك الله فيك. فأنا لما أجي أقول لك هذا الكلام أنت تتفاجئ، تقول لا والله مو هذا التشيع. أنا عارف إنه أنت عايش يمنا هنا بالنمسا وأنت ماخذ صورة طيب عن التشيع. التشيع دين تكفيري، دين ما بيه رحمة. بارك الله فيك. أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، لو كان التشيع على حق، لا أنت شفتنا إحنا كعراقيين نحن أولى بالتشيع منكم، أو يعني من الخير خلينا نقول. بارك الله فيك. رهاني الآن أشوفك شوية من تكفير عند الإمامية، راح أسمعك شوية من التكفير، وأنت قول لي شنو رأيك بهذا التكفير. بارك الله فيك. سجل عندك. بارك الله فيك.
وروى الكليني في حسن الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي حج الرجل على الناصب؟ اللي هو منه بارك الله فيك؟ الغير الاثني عشري أو السني أو المعادي لأهل البيت عليهم السلام. فقال: لا، فإن جميعهم كفار. أنت اللي تقول أم النبي مشركة، تمام؟ شو اسمك أنت يا حرف أي؟ أهل السنة والجماعة لهم 3 أقوال، تمام؟ فإذا أنت أخذت القول المشرك إنه أبوي النبي مشركين، فيجب أن تأتي بالدليل. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيعي إمامي أم سني؟ بس خليك كمل السلام. شلون؟ شنو سؤالك؟ أنت شيعي إمامي أم سني؟ نعم الشيعي إمام 12 والحمد لله على هذه النعمة. شو بالله احكي، صوتك مو غريب عليه. شو احكي؟ أقول لك نعم، شيعي إمامي 12 مسلم والحمد لله ولنا كل الفخر. أنت مو عبد الله؟ لا والله. طيب جيد. الآن بارك الله فيك. ما دام نوتة مو عبد الله، هل السيدة فاطمة عليه السلام من العترة أم لا؟ هي أم العترة. نعم هي أم العترة. فهمت. جيد جدا. الآن ما دام الزهراء عليه السلام هي أم العترة، زين أقول لك احنا أيضا عندنا سؤال تسمح لنا بعدين لو بعدين؟ حاضر من عيني. ما دام إنه الزهراء هي أم العترة، فالنبي أمرك باتباع كتاب الله وعترته، صحيح؟ نعم، وأيضا أمرك أنت أيضا. ماكو مشكلة. أنت الآن كشيعي، الآن أنا أكلمك أنت كمنهج شيعي، لأن أنت الآن تعتقد بمنهجك الشيعي كالتراث الشيعي. جيد. الآن ما دام إنه النبي أمرك باتباع القرآن والعترة، وأنت تقول إن فاطمة هي أم العترة عليه السلام، فنأتي إلى أم العترة. هل هي أمرتكم باتباع أصول الدين ال5 ألا وهي التوحيد، العدل، النبوة، الإمام، الميعاد؟ لو ما أمرتكم تفضل. يعني فرضا نقول هي ما أمرتنا. طيب من وين جئتم؟ من أين جئتم بأصول الدين ال5 إذا العترة جهلت بأصول الدين ال5؟ تفضل. والله سؤال جميل جدا، بس اللي أريده من جنابك تسمح لي يعني تعطيني وقت ما تقاطعني. أبدا تفضل. ممكن تذكر لنا الأصول ال5 اللي عندنا؟ شنو هي أصول الدين؟ التوحيد، العدل، النبوة، الإمام، الميعاد. جميل. التوحيد، النبوة، العدل، الإمام، الميعاد. هل يجوز إسلام بدون توحيد؟ هل يصح؟ هل يصح أن أكون مسلم لكن أشرك مع الله؟ أجاوبك عن لا يجوز. أنا أجاوبك. خلي أجي أسأل نفسي وأجاوب حتى أنت حضرتك تفهم والمشاهدين. لا يجوز. ليش؟ لأن من أسس الدين الإسلامي هو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به. هل يجوز أن أؤمن بالله لكن لا أؤمن بعدالته؟ لا يجوز. هذا يخرجني من الملة ولا يجعلني إنسان مسلم. إذن التوحيد والعدالة هي جزء أساسي من الدين. لا يمكن أن يقام هذا الدين وتقام هذه العقيدة بدون هذين الجزئين. كذلك الإيمان بيوم القيامة. مداخلة اعتراضية. هل يجوز أنا مثلا أكون مسلم لكن أنكر يوم القيامة؟ لا يجوز. لحظة، هذا لا يجعلني مداخلة اعتراضية. وهل يكمن الإيمان عندما تسرق؟ كيف؟ وهل يكمن إيمان الشخص عندما يسرق؟ إيه؟ لا، هو السرقة شنو علاقتها بالإيمان؟ الآن سؤالي لك هو الاعتراضي سريع. هل يكمن إيمان العبد لما يسرق؟ نعم. يكمن إيمانه؟ إيه نعم. يعني إذا أسرق أخرج من الملة؟ ما أخرج من الملة. لا. لكن يعني أنا أعصي الله. نعم. جيد. أنت الآن لما جئت وقلت لي
هل من المعقول لما أقول بالتوحيد؟ أنا أسألك سؤال حضرتك أنت، هل يجوز أن تجعل مع الله شريك ولا توحده، لا تعتقد بوحدانيته؟ حسب ما أني النبي أمرني. هل تبقى مسلم؟ حسب ما أني أمرني النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنه لا يجب أن نشرك بالله سبحانه وتعالى. خلاص إذا هذا موضوع التوحيد هو جزء أساسي من الدين. الفرق بين أمرني النبي وبين أن فاطمة لم تأمرك بشيء هو القرآن. بسم الله، القرآن من الألف إلى الياء تكلم عن توحيد الله وعدم الإشراك به. جيد. أنت تطالبني بحديث من فاطمة وهذا موجود بالقرآن؟ هذا شلون سؤال؟ طيب قل هو الله أحد الله الصمد. منطق العقلاء، من هو الأعلم بفهم القرآن، أنت أم السيدة فاطمة عليها السلام؟ عجيب على هذا السؤال. مع احترامي لك أنت شخص محترم، يعني آسف على هذه الكلمة لا تعتبرها تجاوز، يعني آسف، هذا سؤال غبي مع احترامي لك لا تسأله. طيب ممكن نجاوب على هذا السؤال الغبي يا بكي؟ الله ماذا يقول؟ قل هو الله شنو؟ أحد. كم آية في القرآن الله تكلم ونبهنا عن عدم الإشراك به؟ طيب القرآن كله. الآن من تريد أجي أترك القرآن وأجيب لك حديث من فاطمة لم تقل؟ شنو السؤال هذا؟ يا أبو إيش أنت؟ أبو إيش؟ ناديني منطق العقلاء. أبو إيليا. أبو إيليا، الآن من هو الأولى بفهم القرآن، أنت أم السيدة فاطمة؟ السيدة فاطمة أكيد. جميل. ثانيا هذه الآيات واضحة. يعني شنو معناها قل هو الله أحد؟ شوف الله فهمني. يا منطق العقلاء، خلك شوية عاقل، الله يبارك فيك. أنت خليك عاقل مو أني. علمتكم هذه آيات واضحة ما تحتاج تبيها. قل هو الله أحد، يعني أنت قل الله أحد، أؤمن بوحدانية الله. يا منطق العقلاء، يا رجل افهم بارك الله فيك. الآن أنت التوحيد هل أنت عرفته عن طريق فاطمة لو عن طريق علماء ومراجع السيستانية؟ عن طريق القرآن. وفاطمة كانت جاهلة بالقرآن لو كانت عالمة؟ طبعا عالمة، كيف جاهلة؟ هل هي شرحت القرآن لكم لو هي ما علمتكم القرآن؟ هذه الأمور أمور بديهية لا يحتاج أهل البيت يعني جيد. ما دام إن هي أمور بديهية، هل هي علمتكم أصول الدين؟ هذا شلون يفهم هذا؟ يفهمنا أنت يا أخي، مو أنا الآن مخالف لك حبيبي. هذه أمور بديهية، يعني مثلا الله عندما القرآن يطالبني. منطق العقلاء يا أبو إيليا، ما دام ما الله نبأني قال لا تشرك بي بالقرآن. كيف تجي فاطمة وتقول لي أنت لا تشرك بالله؟ ما الله قبل فاطمة قال لي لا تشرك بالقرآن. جيد. حلو. أنا والله وياك. أنت الآن هذه أصول الدين الخمسة. الآن الشيعة يقولون الأصل ما بني عليه. الآن هذه أصول الدين الخمسة، من أين جئت بها؟ هل فاطمة علمت بها أم جهلت بها؟ إحنا نريد نفهم بارك الله فيك. أكيد فاطمة عالمة بها، وكل إنسان مسلم يعلم بهذه الأمور. هل هي قالت لكم ألا وإن يا شيعة زوجي يا شيعة رجلي ألا وإن أصول دينكم خمسة: التوحيد، العدل، النبوة، الإمام المعاد؟ أم هي ما قالت لكم هذا الشيء؟ لأن هي يعني فاطمة ما قالت. شنو المشكلة إذا فاطمة ما قالت؟ إذا أنتم لستم بأتباع الاعترابات. يعني مو أنا أسألك أنت حضرتك تفهم؟ أنت تفهم كلام من واحد يتكلم وياك؟ هل يجوز أنا كوني مسلم، اسمعني عزيزي اسمعني، أرجو أن شوي تصنت إلي. هل يجوز كوني أنا إنسان مسلم لا أعتقد بيوم القيامة، هل أبقى على إسلامي أم أكفر؟ على يوم القيامة بما اعتقدت السيدة فاطمة أو بما أنت اعتقدت؟ حبيبي شو لك علاقة بفاطمة؟ شنو هذه أمور موجودة بالقرآن. انت مو تقول كتاب الله وعترتي. والله انتم حيرتونا يا شيعة. أقول لك عيني هاي كتاب الله وعترتي يعني اتبع نهج آل البيت. اتبعتوا فاطمة من آل البيت. انتوا اتبعتوا فاطمة عليه السلام. الآن احنا هذه أصول الدين. هل يجوز أن أكون مسلم دون أن أعتقد بيوم القيامة، أنكر يوم القيامة، أقول ما في يوم قيامة؟
طيب وهل السيدة فاطمة فهمت مثل ما أنت فهمت الآن؟ ابني جاوبني، مو أنت إنسان عاقل. يا بابا اسمعني. إذا هذه أصل من أصول الدين. لا يجوز لي أن أكون مسلم لا يكمل إسلامي زين إذا لم أعتقد بيوم القيامة. من قال لك هذا؟ لا يكمل إسلامي هل السيدة فاطمة قالت إذا لم أعتقد بتوحيد الله. لا يكمل إسلامي إذا لم أعتقد بعدالة إلى الله. طيب خليني أتكلم، ما يصير أنا أتكلم وأنت تتكلم. ما يخالف، بعطيك وقت والله، أنا ما عندي مشكلة. أنا عندي الشيعي محترم معزز مكرم. طيب خلي الناس تفهم. هسه احنا نجاوبك وانت تقاطعنا. لا الفائده من هذا الكلام؟ السيده فاطمه هل هي علمت بما تقول ام كلام من عقلك؟ هي اعترضت على هذا الكلام فاطمه. ما افهم انا انت شنو. وهي فاطمه عندها صم بكم ما نقلت لك اي شيء رضي الله عنها وارضاها. ما هذه امور بديهيه ما يحتاج انه توضحها فاطمه. وهي هاي البديهيه هذه من اسس الدين. وهي هاي البديهيه ما نقلت لك. سبحان الله على سماكه عقولهم هؤلاء. عزيزي هذه من بديهيات الدين. ثانيا هذا الله سبحانه وتعالى كرارا ومرارا ذكرها بالقرآن ونبهنا وأعطانا إياها زين ووضحها لنا، فما تحتاج أنه فاطمة توضح لنا إياها. خلاص أنا أكثر من آية. وأنا أسألك الآن أنت لا يجوز أن أكون مسلم بدون أن أعتقد بيوم القيامة. لا يجوز أن أكون مسلم بدون أن أعتقد بعدالة الله. طيب هذه أمور أسس الدين يا عاقل. مو شرط فاطمة تحطها أو علي بن أبي طالب يضعها أو النبي يضعها. ما يخالف. الآن اسمع بارك الله فيك، اسمع تمام. اسمع، هذا عندي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. شوف هذا الرجل شو يقول، الصحابي الجليل يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من يقول هالكلام؟ عمر. تمام. فماذا يقول؟ قال: يا محمد أخبرني، لما نزل جبريل على النبي محمد قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال محمد لجبريل، فقال له: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال له: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا احنا عندنا عمر نقل هذا الكلام. أنا الآن لما عمر نقل لي هذا الكلام فأنا عرفت أركان الإسلام وأركان الإيمان. تمام. عن طريق عمر رضي الله عنه وارضاه. الآن أنا بالنسبة إلي وفقا لفهم منطق العقلاء، وفقا لفهم منطق العقلاء، اللي يعلم أصول دينه واللي يعلم أركان الإسلام وأركان الإيمان، الذي يعلم في الدين هو أفضل من الذي لا يعلم في الدين. وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الآن السيدة فاطمة عندك ما نقلت لك أصول الدين وهي سيدة العترة وهي أم العترة مثل ما أنت قلت. أنا عندي عمر أفضل من فاطمة بالنسبة لكلامك أنت، لأنه عندي عمر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كاسر ضلع المجوس والكفار، نقل لي أركان الإسلام وأركان الإيمان. فوفقا لكلامك أنا عندي عمر صلوات الله وسلامه عليه هو أفضل من سيدة فاطمة بالنسبة لك أنت، لأنه فاطمة عندك ما نقلت لك أصول الدين. طيب شوف أنا جاوبتك وأعتقد المسألة هي واضحة زين ومنطقية، وأعتقد الناس اللي بالبث فهموا أنه هذه أمور هي أسس الدين. الله سبحانه وتعالى ذكرها بالقرآن. من الأركان الدين الأساسية هو أن لا تشرك بالله، تعتقد بوحدانية الله، تعتقد بعدالة الله، هل فاطمة علمت بذلك وتعتقد بيوم القيامة، وتعتقد بالنبوة. طيب هذه الأمور واضحة وضوح الشمس. إذا خالفت أي فقرة منها فأنت الآن خارج الدين. طيب هل ما يحتاج أنه النبي يجي يوضح وحديث عن فاطمة وحديث عن فلان وعلان، وجوابي واضح. فاللي أرجو منك لا تعيد وتسأل بي. الآن تسمح لي أسأل؟ بعطيك أنا مجال، لكن بالله عليك جاوبني. أم العترة هل علمت بهذا الكلام لو هي جاهلة؟ تفضل. عزيزي هي علمت من القرآن كما أنا علمت. طيب يعني هي علمتكم من القرآن؟ أنا أنصحك لا تسأل هذا السؤال، لأن هذا السؤال جوابه بسيط.
جيد. لا الآن تسأل هذا السؤال. الآن السيدة فاطمة المعصومة هل هي علمتكم بهذا الكلام لو هي ما علمتكم؟ لا لا. عزيزي أنا قبل شوي سألتك هل يجوز لي أن أعتقد مع الله إلها آخر وأنا أبقى على إسلامي؟ لا يجوز، لا يجوز، وهذا يخرجني من الملة أو من الإسلام. إذن ماذا يعني؟ إذن يعني أنني لا يجب كوني مسلم يجب أن أعتقد بوحدانية الله، هذا ركن أساسي في الدين، خلاف هذا الاعتقاد يخرجني من الملة. إذن هذا أصل من أصول الدين، افهم. طيب هذه أصول الدين ليس بالضرورة أن توضحها فاطمة أو النبي، أو هذه وردت في القرآن. الحلال والحرام هل هو من أصول الدين أم لا؟ من فروع الدين. جيد. الآن لما فاطمة عليها السلام تقول لك أن السرقة حرام والعمل حلال، تمام، على سبيل المثال، من أين ماكو على سبيل المثال؟ يعني هي فاطمة يا أخي قالت كلام الله؟ يا أخي شنو على سبيل المثال؟ يا أخي وحدة. الآن لو السيدة فاطمة قالت لك السرقة حرام والعمل حلال، تمام، فأنت شو راح تقول؟ راح تقول والله أنا هذا الحلال والحرام اتعلمته من سيدة أو أم العترة، مثل ما أنت قلت أم العترة اللي هي فاطمة، تمام. لكن لما جئنا إلى أصول الدين الإمامي 12 التوحيد العدل النبوة الإمام المعاد، فاطمة ما نقلت لكم شيء من هذا. طيب تسمح لي أسألك سؤال بنفس الموضوع؟ بس ممكن تجاوب على أنت من أين جئت بهذه الأصول؟ من أين؟ شنو من أين؟ هذه التوحيد تو قايل حديث عن عمر بن الخطاب، أنت من أين جئت بهذه الأصول؟ أقول لك أنت قبل شوي شنو بدي أقرأ لك أنا؟ أنت يعني من عمر هو الذي ورد لك هذه الأصول؟ عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب القرآن ما تكلم بهذه الأصول؟ مو هي المشكلة. دا أقول لك إنه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، أي لما كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحي، وقال له يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال له أخبرني عن الإسلام، فقال له أن تشهد لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. يعني هذا الكلام ما ورد بالقرآن، فقط ورد عن النبي ونقله عمر. مو هو أنت يا رجل، مو هو الله أنت ما قال في القرآن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ مو هو منين إحنا إجانا؟ غير إحنا إجانا من القرآن عن النبي عن الصحابة. يعني أنت هذه الآية من قريتها ما مفهومة، إجا عمر وضح لك إياها مثلا؟ مو أنت الآن لما القرآن يعني الله في سورة الإخلاص من قال عندما قال لك قل هو الله أحد، هل يوجد أبلغ من هذا الكلام بعد وأفصح منه؟ يلا أجاوبك. هذا ما فهمته، إجا عمر وضح لك إياه ما معنى قل هو الله أحد؟ جيد أجاوبك، بارك الله فيك، أجاوبك شوية اهدأ. تفضل. الآن لما جاء الصحابة ونقلوا لنا دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الصحابة نقلوا لنا دين النبي، هل فاطمة نقلت لك دين أبيها؟ لأن هو أنت عندك فاطمة أقرب للنبي من الصحابة لأن هي بنت. لا تغير السؤال، لا تغير السؤال. ما مغير السؤال. لا تغير السؤال، احنا موضوعنا على ذني ذكرتهن. زين. الآن أنا أقول لك أنا جوابي مو بالضرورة ينقلون الأئمة أو يوجد روايات عن الأئمة يعني في فاطمة مو بالضرورة تنقل لك. خلي نكمل يا عزيزي، خلي الناس تفهم، لا تظل تعجنون. لا منطق عقلاء رجاء. الآن السيدة فاطمة مو عزيزي قبل فاطمة هذه موجودات بالقرآن. لا شنو فاطمة؟ لا واحدة. أنت الآن قلت مو من الضرورة إنه ينقلون الدين، صح لا مو صح؟ هذه الأمور موجودة بالقرآن ومثبتة وواضحة لكل شخص، ما يحتاج فاطمة يعني هذه أمور توضح لي إياها. جيد، هذه أمور بديهية صحيح؟ نعم واضحة. جيد جدا. الله قال لا تشرك بي، الله قال أؤمن بوحدانيتي في القرآن. جيد. ما تجي فاطمة أو علي أو محمد يجي يوضح لي هذه الأمور. موافقك. الأمور البديهية علمها عمر وجهلتها فاطمة.
هذا عندك في دينك، انت ما تفهم القران اجى عمر وضح لك بديهيات القران. يا اخي المحترم، يا اخي المحترم، الامور البديهيه انت تقول احنا ما نفهم، اجى عمر فهمنا، ما فهمنا القران. يعني الله يقول قل هو الله احد، انت اؤمن قل هو الله احد، اؤمن بوحدانيه الله. نعم بفهم الصحابه، لكن انت القران ما جاء. شنو بفهم الصحابه؟ هذه مو لغه عربيه. هذا هو عمر نقل لي الدين. ايش اسوي لك؟ هذا عقيدتك، انت حر بي يا اخو، مو تبع علي. نقلت لك الدين، فاطمه نقلت لك الدين. شنو؟ نعم فاطمه هي ام العتره، او ابنائها هم نقلوا لي الدين. ام العتره حفظ الدين بهم. نقلت لك ام الدين، ام العتره. فاطمه اولا عندنا فاطمه هي يعني ماتت في سن مبكر، زين؟ في سن 18 يعني ما عاشت طويل حتى فاطمه. خلاص الان السيده فاطمه. الان نسالك لو ننزل لان تعبتنا. لا انا ما انا ادري بيكم انتم ما تعطون مجال واحد يسال، تظل تلوج تعيد وتسقل حتى ما تخليني اسالك، بالتالي تجزعني وتضوجني وتخليني انزل. اسمع يا اخي المحترم، لا تقول تلوج. انا الان محترمك في البيت. خلاص جوابي حتى الحمار فهمه، يعني ما يحتاج بعد تعيده وتساله. يا اخي اذا حتى الحمار فهمه، ليش تباك على التشيع بالله عليك؟ عزيزي أنا الإسلام إذا ما بي تشيع أخرج منه ألحد. الإسلام اللي ما فيه تشيع. الإسلام إذا ما يأتي عن طريق محمد وآل محمد أنا أبرأ منه وألحد. فاطمة عليه السلام أنا كنت ملحد. أنت الآن طيب الآن تخليني أسألك لو أنزل. لا لحظة. أنت انطيتني وعد شرف، خليك ملتزم بكلامك. قلت لي خليك تسأل. وحدة أخي المحترم، وحدة. الآن احنا الآن تريدني أخرج من سيدة العترة وارجع لسؤالك اللي هو مو زين؟ حبيبي جاوبتك والناس فهمت سؤالي وفهمت جوابي. زين بعد أنت لا تظل تعيد وتسقل، مو بالضرورة أنه جوابي يعجبك. خلاص المهم أنا جاوبتك، الحكم للمشاهد. طيب الآن اسمح لي أسألك. طيب الآن أنتم مو تقولون كتاب الله وعترتي بالله عليك؟ لا إله إلا الله. هل العترة ما نقلت لك أصول الدين بالله عليك؟ مو أنا جاوبتك، يعني المشكلة ما أريد أسمعك حكاية جرحك، أنت شخص محترم. يعني أنت من تعيد السؤال أكثر من مرة معناها لو ما مفتيم، لو معناها مع احترامي لك الكلمة ما أقدر أقولها. الآن من جنابك المحترم فهمنا، إحنا الآن قلت لك هذه الأمور وردت بالقرآن جلية صريحة. ما تحتاج انه يجون آل البيت يوضحوها. ما يحتاج انه يعني فاطمة عليه السلام توضح لك. ما انا الان سألتك قلت لك هل يجوز ان اعتقد بعدم يوم القيامة وابقى على اسلامي؟ الدليل لا، لان هذا نص صريح الله سبحانه وتعالى اورده في القرآن. طيب هذا هو بفهمك لو بفهم السيدة فاطمة؟ هذا بفهم القرآن اذا انت تقرأ القرآن. أنا أشك بك، أنت لو قارئ القرآن ما تسأل هذا السؤال. يا رجل افهم بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كتاب الله وعترتي، تمام؟ ولا يفترقا حتى إيش؟ يرد عليه الحوض. صح ولا مو صح؟ كتاب الله والعترة الآن ما يصير تتفرقهم بارك الله فيك. أنت الآن قاعد تخالف حديث النبي. أنت الآن ليش صار لي ساعة عندك أحكي لك أنت ما تفهم؟ افهم بارك الله فيك. العترة ملازمة للقرآن. إذا أنت العترة عندك ما شارحة أصول الدين، فأنت من وين جبت هذه أصول الدين؟ كتاب الله وعترتي، والله تشيبتونا فاطميون. أنتم الآن من أين أنتم فاطميون؟ أهل السنة والجماعة هم الفاطميون الأصليون بارك الله فيك. عذرا تفضل أبو سعد. فما معقولة أنت يا أخي المحترم. طيب الآن تسمح لي أسألك بسؤال؟ يعني الآن تحب تخرج من الموضوع؟ خلاص أنا جاوبتك، بعد مو بالضرورة أقعد كل ساعة أعيد نفس الجواب. طيب السيدة فاطمة عندك فهمت لو ما فهمت أصول الدين؟ أنت عيب عليك، انطيتني كلمة قلت لي أخليك تسأل، عيب عليك. قل لي لو يعني تنزلني، لو تخليني أسألك، يعني التزم بالكلمة اللي أعطيتها. أما تقول أنا خايف تسألني لأن ما عندي أخاف ما أجاوبك. التزم بالكلمة اللي أعطيتها، وأنت شخص محترم. عندي مداخلة دقيقة، عندي مداخلة. زين لو تخليني أسألك لو أنزل.
لحظة واحدة. تفضل يا أبو سعد تفضل. الحين ايش فائدة الأئمة؟ ما أجاوبك على أي سؤال إذا ما تخليني أسأل. ما لأن ما عندك جواب، أنت ما جاوبت أصلا. أنت ما أنا جاوبت حتى الحمير اللي تلف وتدور، ما جاوبت. يفهم جوابي. تلف وتدور، أنت ما تجاوب. يقول لك تقول احنا فهمنا، انتم عندكم القرآن عزيزي هذه الأمور تفسير باطني. كيف فسرته؟ كيف فسرت القرآن؟ الإيمان بوحدانية الله ورد بالقرآن. لا الإيمان بيوم القيامة ورد كيف بالقرآن. فسرت القرآن؟ القرآن الإيمان بعدالة الله ورد في القرآن. افهم. ما تقدر تفسر القرآن، أنت ما تقدر، لازم الأئمة تفسرها لك، مو بكيفك تفسرها. هناك آيات واضحة لا تحتاج ما في واضح، أنت ما عندك شيء واضح في وهناك القرآن. آيات لها تفسير باطل. القرآن ما عندك أنت شيء واضح. والله ما عندك نص صريح في القرآن، ما عندك. ما تخليني أسأل، عيب عليك. ما عندك أنت. لازم هذا إن دل على شيء يدل على لا أنت ما عندك. الآن من تخاف ما عندك ما عندك لازم وتعيد وتسأل بالسؤال حتى تهرب من سؤالي. هذا ضعف في عقيدتك. لا ضعف. والآن صاحب البث هرب وخلاك أنت بالواجهة. طيب هذا ضعف في عقيدتكم. هذا دليل على أن لازم تجيب التفسير من الأئمة، لازم تجيب التفسير من الأئمة، مو من عندك. مو أشتغل بمزاجك. ديني ما يجي أفصل شيء بفهمك، ما يجي. أنت مسير وليس مخير، أنت ما يجي شيء بفهمك. لازم تجيب كلام من الإمام. خليه يسأل. طيب للمرة الأخيرة عزيزي الحوزة لازم رواية تفسر الكلام القرآن. أنت ما عندك. أسأل له أنزل للمرة الأخيرة. لحظة واحدة. ما تسأل، لازم تجاوب. كيف تسأل؟ خلي أبو سعد خلي أبو سعد خليه يسأل ما في مشكلة. تفضل يا أبو منطقة عقلها تفضل. طيب شكرا لحضرتك. في سورة الحجرات الآية رقم 9. بسم الله الرحمن الرحيم. بس قبل تقرأ الآية بارك الله فيك، قبل تقرأ الآية جزاك الله ألف خير. هذا اعتراف صريح بوجود الأخ الشيخ مداد. هذا اعتراف صحيح أنه الآية اللي راح يقرأها هي أفضل من السيدة فاطمة، لأنه ترك السيدة فاطمة. صح مو صحيح يا شيخ مداد؟ تفضل يا منطقة عقلها. طيب يلا شكرا لك. هذا هو مقام فاطمة عندكم يا شيعة. تفضل. طيب شكرا. يلا خليني أسأل. في سورة الحجرات الآية رقم 9. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى نهاية الآية الكريمة. حسب ما ورد في صحيح البخاري رقم الحديث 2691 على لسان الصحابي. سؤالك مباشرة ما في مشكلة. خليني أسأل عزيز، خليني أسأل السؤال. أعرف لا تبني حتى تفهم أنت، أنت تفهم وتستطيع تجاوب. والله عارف يعني خلاص يعني هي دقيقة ما تفرق يعني. خليني أسأل بدون مقاطعة لو سمحت، بدون مقاطعة يا أخي. اسأل بشكل مباشر يعني. بس حسب ما ورد في البخاري رقم الحديث 2691 على لسان أنس بن مالك يقول هذه الآية نزلت عندما ذهب النبي إلى أبي بن سلول. نعم هذا الرجل خليني أسأل يا رجل، عيب. خليني أسأل. فاهم الحديث. عارفه والله عارفه. خلاص خليني أكمل سؤالي. أنت عارف ايش المشكلة عندك؟ أنت بس قول لي المشكلة عندي في كذا بس يا رجل. عيب خلي الناس تفهم. الناس فاهمة. أنت محاور. تخيل إنه الناس مو فاهمة. أنت محاور. إي نعم. طيب أنت تقبل واحد يجي يسوي وياك من تطرح سؤالك؟ جالس اقول لك انت مستفهم صح. انت مستفهم صح. تريد ان خلاص تقول خليني اسال سؤالي وانت بعدين جاوب. نعلم بماذا نزلت يعني. اطرح سؤالك بشكل مباشر. خلاص خليني اجاوب. ليش تقاطعني بدل هاي المقاطعه؟ انا مكمل سؤالي. عيب يا رجل. استاذ انت مشكل ولا مستفهم؟ مو هدف الحوار يا عزيزي. فقط حتى نفهم انت مشكل ولا مستفهم. خلاص خليني اسال سؤالي انت تفهم. بس قاطعتنا كثير شتت الموضوع. بس حدد وضعك. انت مستفهم ولا مستشكل؟ لا مستشكل. طيب يلا اطرح اشكالك. يا رجل خليني اطرح الاشكال. ليش هالمقاطعه هاي وتضييع الوقت؟ حسب ما ورد في صحيح البخاري يقول انس بن مالك ذهب النبي الى ابي بن سلول. خلينا نطلع الروايه ونقراها افضل. نعم. فقال ابن سلول إن نتن حمارك يزعجنا. فقاموا جماعة من الصحابة قالوا لنتن حمار الرسول أطيب من ريحتك، فتضاربوا بالنعل والحجر. هذه طيب إيش إشكالك فيها؟ وهذا عنده
ذولا محاورين ذولا والله. لا حقك انا اسف ما اظن انه عندك. صحيح البخاري رقم الحديث 2691 الراوي انس بن مالك يقول: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة، فلما آتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إليك عني، والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم: والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنها نزلت: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إلى نهاية الآية الكريمة. سؤال لحضرتك: هل هؤلاء صحابة؟ أي نعم. الذين استهزأوا بالنبي وشتموا الصحابة وضربوهم بالنعال؟ ابن سلول ما نقول عنه صحابي، نقول عنه رأس المنافقين. رأس المنافقين. طيب هذا الذي انتصر لأبي بن سلول على حساب النبي، أعان ابن سلول على النبي وشتم الصحابي وضربه بالنعال، هل هذا مؤمن؟ ما ضرب منه ضرب صحابي مثله. إيه؟ من الذين كانوا مع الرسول. وإذا انتبهت قال أنصار، يعني هم كلهم هؤلاء أنصار. أنت تعلم أنه كان في ما بين الأوس والخزرج كان في نزاع وجاء الرسول آخى ما بينهم، لكن ما تذهب هذه الأمور من النفس مباشرة، يعني بلحظة تذهب، بعضها تبقى. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال بعض الصحابة، مثلا لما قال لأبو ذر، لما قال لبلال الحبشي يا ابن السوداء، أو قال له يعني يا كذا، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هذه من أمور الجاهلية، يعني تبقى بالنفس بعض الأشياء يصححها الرسول عليه الصلاة والسلام. فالذين غضبوا لأبي يعني بعضهم يراه أنه سيد من سادته، هو يعني يغضب لأبي على حساب النبي ويشتم الصحابة ويضرب الصحابة بالنعال. أي نعم. هذا مؤمن. نعم. والله يقول: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. طيب يعني الآن أنت يعني هذا الآن جعلتهم منافقين؟ أنت شو تقول؟ أنا أسأل. الله يقول: هؤلاء الذين ينصرون المنافقين يتولون المنافقين، فهؤلاء أستاذ في جهنم. أنا شرحت لك أن الأنصار جزء منهم كانوا مع أبي الذي كان ينسج له تاج الحكم قبل مجيء الرسول، صح؟ تعرف هذا وما تعرف؟ أنا الآن لو سمحت جاوب على السؤال. الذي يعين المنافق على النبي ويعينه على الصحابة، هل هذا مؤمن؟ أستاذ اسمعني، كان يريد أن ينصبونه ملكا على المدينة قبيل مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما جاء الرسول انسحب منه بساط الملك. هذا بقي على نفاقه، يريد أن لعل قريش تزهق حياة الرسول حتى يعود إلى ملك المدينة، كان هذا حلمه، فبقي على نفاقه. من الذين معه ثلة من الناس معه. طيب معهم ثلة أخرى، هؤلاء قبائل، أنت تفزع لابن عمك حتى ما يتضح لك الرؤية، لكن بداية تفزع لابن عمك إذا أصابه أذى، ربما لا تعلم أنه منافق، ربما لا تعلم ما يعلمونه الآخرين. فحدث ما بين الجماعة التي مع ابن أبي والصحابة الذين مع الرسول وهم من الأنصار أيضا، حصل ما بينهم سجال، فأنزل الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. بالتأكيد أن الذين مع أبي بعضهم من الصحابة المؤمنين وبعضهم لا، منافقا على قلب عزيزي. الذي شتم الصحابي وضربه بالنعال، الذي أعان فزع للمنافق أبي وضرب الصحابي وشتمه بالنعال وضربه بالنعال وشتمه ولم يحترم النبي وأهان النبي ومقامه، هل هذا مؤمن؟ وأهان النبي ومقامه، تضاربوا فيما بينهم. يعني النبي حاضر نعم النبي حاضر، أعان منافق على حساب النبي في حضرة النبي وقام شتم الصحابة الذي جاءوا مع النبي، هل هذا مؤمن؟ اسمعني أستاذ. ابن سلول ماذا قال؟ قال: آذانا نتن حمارك، يقول للرسول. ماذا رد عليه الأنصاري؟ قال: لئن نتن حمار رسول الله أطيب من ريحتك أنت يا ابنه.
فثار الرجل الذي مع ابن سلول خلينا بهذا الرجل، خلينا بهذا الرجل لو سمحت. بس اسمعني بس لحظة. خلينا بهذا الرجل. بس اسمعني هذا لحظة. ماذا فعل؟ بس اسمعني لحظة. تفضل. ثار هذا الرجل الذي مع ابن سلول ضرب الأنصاري الذي مع الرسول. لماذا ضربه؟ لأنه انتصارا للمنافق أبي بن سلول. لأنه شتم. معليش، هذا سيد من سادات العرب بالنسبة سيد من سادات هذا ينتصر لمنافق على حساب النبي. أنت تقول عنه منافق يا رجل. هو ترى ممكن يكون أحسن منك بالإيمان. طيب الله ماذا يقول في سورة النساء الآية رقم الآية 115؟ خلينا نقرأ الآية الكريمة. ماذا يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. انتبه للقرآن. في ماذا يشاقق الرسول؟ مثلا الله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنها، وأنت تأتي وتقول منافقين. أنت شاققت الرسول. يعني هذا الرجل تحت الشجرة. أخوان أنت تترضى عن المداخلة الأخيرة وراح أسكت. أستاذ هل تترضى عن الذين بايعوه تحت الشجرة؟ هذه المداخلة الأخيرة وراح أسكت. تتكلم براحتك. تترضى عنهم أم تشاقق الرسول وتشاقق بس لا الله؟ تسمح لي المداخلة الأخيرة وراح تتكلم براحتك. إخواني الأعزاء هناك صحابة ونبي. ما فيها سماح، لأنه أنت واضح ما جالس تركن للحق. ما جالس تركن للحق. أنت تشاقق، تقول من يشاقق الرسول تريد أن تسقط هذه الآية على صحابة الرسول. يتبع غير سبيل المؤمنين. هذا انتصر لمنافق. الله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكنك لا تترضى أنت عنهم. الله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. أنت تريد أن تعبد الله في مزاجك. أنا من أجل البخاري أريد أن أطرح عليك موضوع، لأنه أنا سمعت منك كلاما يزلزل. يعني اسمعني أستاذ، اسمعني. اترك الحوزة العلمية، اتركنا. أريد أنا سمعت منك كلام حقيقة وآلمني لأجلك. اسمع آلمني لأجلك. تقول أنت أنه لا إذا ما آمن عزيزي أنا أترك الإيمان. هل أنت تعبد الله؟ نزلني ولا تكتم لمصلحتك. أنا أتكلم لمصلحتك. ولا تكتم. إذا تريد تسمع أتكلم لمصلحتك، ما تريد تسمع تفضل انزل. أنا أعتبر أنه أجبت على استشكالك وانتهى. أستاذ أنا أجبت على استشكالك وانتهى. لكن أريد أن أنصحك لنفسك. كنت تريد أن تسمع اسمعني، ما كنت تريد أن تسمع تفضل انزل. خلاص ما في داعي أنك صعدت. ما تريد أن تستفهم. أنت رجل مستشكل وأجبنا على استشكالك. وهذا دينك. ما كنت تريد أن تسمع بكيفك. انزل، ما عندي مشكلة. أنت تقول أنك إذا كان أهل البيت ليسوا في الدين أنا لا أؤمن. يعني أنت هنا هل تعبد الله الذي قال لك هذا الإيمان أم تعبد آل البيت؟ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا الذي يسمونه أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأضله الله عن علم. فأنت انتبه لنفسك. أنا والله أريد أنصحك، لأنه استشكالك مر علينا 5000 مرة وردينا عليه، والرد عليه بسيط سهل جدا. لكن أنا أسألك والله عن هذا الموضوع. أنت قلت كلمة خطيرة، ربما يعني يهوي الإنسان يقول رب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. وأنت قلت كلمة والله أخشى عليك منها، صدقا أنا أخشى عليك منها، لأنك قلت أنه أنا إذا كانوا آل البيت مو في الدين الإسلامي أنا أترك الدين. وهذه والله قول خطير. آل البيت مثلهم مثلك، رجال صالحون الله انتجبهم لهذه المهمة وأدوا غرضهم وذهبوا، مثلهم مثل آلاف من الصالحين، ملايين من الصالحين. الرسول يقول هناك 124 ألف نبي، 124 ألف نبي. كل نبي منهم هناك جزء من قومه يعتقدون أنه هو الخالق الرازق، وأنت مثل هؤلاء. يعني لا تعتقد أنه بس آل البيت عندك. ترى عيسى النصارى يشوفونه مثل ما تشوف، وموسى وآل عمران يشوفونهم اليهود مثل ما تشوف، لكن الحقيقة أنه الله هو الخالق الرازق والله هو المقدر للأمور. فإذا كنت تعبد الله هؤلاء رجال فقط يدلون على الطريق الصحيح، جزاهم الله عنا خيرا، الذين هم الأنبياء والرسل والصالحين والعلماء، جزاهم الله عنا خير، لكن مو أكثر من هذا، ما نعطيهم أكبر من حجمهم. نعم تفضلوا يا أخوة، أنا آسف أني صادرت المايك. تفضل. الله خير شيخنا بداد، جزاك الله كل خير، الله يحفظك ويبارك فيك. تمت الإجابة عليه وذكر له الحديث قبل أن ينطق به.